السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير متابعين الأعزاء، متابعين قناة لايفات على المباشر. أهلا بكم في حلقة جديدة، وحلقة مميزة جدا تستحق المشاهدة. أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. علاش؟ لأنه دائما كيعرف باللي أن صمام أمان المملكة المغربية الشريفة هو النظام الملكي، وعدو بالنسبة لي هو العدو ديالو الأول هي الملكية. هو لا يطيق الملكية ولا يحب وعدو للملكية. اذا خصو يخلق واحد الفتنه، خصو يخلق واحد الاشاعات يترجمهم على ارض الواقع، يحاول انه طبيعه الحال يصور المغاربه على ان شخص الملك كذا وكذا وكذا، باش يحيد ديك الحب ديال المغاربه، ظنا منه انه يحيد الحب ديال المغاربه والتعلق ديالهم بشخص الملك. وهنا غادي يكون زعما حقق واحد التقدم، وبالتالي من بعد كيخلق امور اخرى اللي غتخلق الفتنه داخل المملكه المغربيه الشريفه والانقسامات، حيث هو كيعرف باللي ان قوه المغاربه هو التلاحم القوي اللي كاين بين الشعب والعرش. اذا هنا استنتجنا باللي ان احنا كنتعاملوا مع ذباب الكتروني، جيش من الذباب الالكتروني وظفوا النظام العسكري الجزائري في مواقع التواصل. الهدف هو اللي قلنا. اذا انا ملي كنكون كنتعامل مع هذا الشخص راني كنتعامل مع ناس معينين، ما كنتعاملش مع واحد الشعب من الجزائر. واحد من الشعب من الجزائر هو ما يقدرش يطلع في مواقع التواصل يعبر على الحقيقه ديالو. الحقيقه انه كيعرف باللي ان المغاربه ماشي اعداء، كيعرف باللي ان المغاربه هما اللي وقفوا مع الجزائر في وقت الشده ملكا وشعبا، واننا قاومنا معهم وكان عندنا ضحايا وشهداء. قاومنا بالسلاح، وقاومنا باحتضان الثوره، وقاومنا كذلك دبلوماسيا. والملك الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ورفيقه في التحرير الحسن الثاني رحمه الله عليه، بجوج بهم دافعوا على القضيه الجزائريه. اذا الشعب الجزائري كيعرف، جدودهم كيعرفوا، عاودوا لهم وكيعرفوا هادشي هذا، وبالتالي حتى مواقع التواصل خلاتهم انهم يطلعوا اكثر على الحقيقه. لكن المواطن الجزائري ما كيقدرش يطلع يعبر حتى على رايه، ما يقدرش يدافع حتى على حقوقه المشروعه، ما يقدرش انه يناضل من اجل حقوقه. فكيف له ان يصعد معك في بث وانه يوافقك الراي وانه يبدي معارضه النظام العسكري الجزائري وانه معك قلبا وقلبا؟ لا ابدا. ولكن هنا غادي نوصل معك للنقطه ديال علاش كنحاوروهم، بالرغم من اننا كنعرفوهم ذباب الكتروني. حنا كنحاوروهم اول شيء باش ديك الاشاعات ديالهم كنأكدوا على انها اشاعات، وكنأكدوا بالحجه والدليل كذلك انها مجرد اشاعات، وانها الحقيقه هي كالتالي. وحنا هنا ملي كتخلق واحد النقاش بينك وبينه، انت كشخص عندك حجه، كشخص صاحب قضيه، كشخص عندك قضيه عادله، كتوفق طبيعه الحال لان لديك كل ما يثبت عداله قضيتك، ولكن هو امامك ينهزم وكيبان على انه مجرد شخص يهاجمك حقدا وعدوانا، ظلما وعدوانا. هنا حتى يعلم العالم مع من حشرنا الله بالجوار، وهذه المقولة ديال المغفور له الحسن الثاني، ليعلم العالم مع من حشرنا الله بالجوار. هذه حنا كنسعوا إليها أخي بدر. أنا شخصيا كنسعى أنني نثبت من خلال الحوار ديالي مع هذه الذبابة، نثبت للعالم مع من حشرنا الله في الجوار، باش يعرف الناس حقيقتهم. وكذلك كنعتبره كجسر كنعبر من خلاله للآخر، سواء كان جزائريا أو من أي جنسية عربية أخرى، أو كل من يفهم العربية كنوصل له الرسالة ديالي من خلال ديك الذبابة اللي كنعمل أنا، اللي كنستخدمه أنا كجسر كنعبر من خلاله للآخر. أنا ملي كيطلع عندي في البث مثلا كنكون فاتح بث وكيخليه يسب ويشتم، ماشي ضعف مني أنني ما نعرفش نرد عليه، وماشي ضعف مني أنني ما نهبطوش، ما نردش عليه، باش كنأكد الأخلاق ديال الملوك وديال أبناء الملوك، أخلاق الحسنة، أنني مؤدب مخلق، وأنني كندافع بالحجة وبالدليل، وأنني كناقش وماشي كنسب وكنشتم. هو ملي كيسب وكيشتم فهو كيبين كذلك الأخلاق ديال الكبرانات والأخلاق والتربية ديال المدرسة العسكرية. وبالتالي هنا الناس كيفرقوا بين زوج، كون أن هذا مجرد تافه، مجرد إنسان مستوى دنيء رخيص، ما عندوش أخلاق، ما عندوش مستوى، وشخص آخر اللي بطبيعة الحال كيحاور بالثقافة وكيحاور بالأخلاق وكيحاور بكل روح رياضية وعنده الحجة والدليل والبرهان. إذا هنا الناس من غادي يسمعوا، والناس مع من غادي ينضموا. بطبيعة الحال أنا كشخص غادي نختار الشخص المحترم اللي عنده الحجة والدليل.
وبالتالي كلامك اللي كتقول غادي يكون عنده مصداقيه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، باش ديك الاخلاق ديالو فعلا كنقولوا للناس شوفوا مدى صبر المغاربه. فعلا لو كانت دوله اخرى مجاوره للجزائر فعلا ما كانش الناس غاديين يصبروا كما صبروا المغاربه. وبالتالي كنبين الصبر ديال المغاربه، وكنبين فعلا بلي ان ها مع نحشر الله مره اخرى. ثم انني كذلك كنأدي الواجب ديالي اللي هو انني كنخلي هذاك الشخص هذاك بالكلام ديالو او بالاجابات ديالو اللي انه ما استطاعش يوفر واحد الحجه، ما استطاعش يوفر واحد الدليل، واحد البرهان، وبالتالي في اي كلام او لا انني نخليه يهضر ومن بعد تثبت انه كان كيكذب فقط. وبالتالي الشخص اللي كيكون كذب في وحده ولا في زوج، الكلام ديالو كامل خالي من المصداقيه، وفين ما مشى هضر طبيعه الحال ما غادي يصدقوا حتى شي واحد. كاين الكثير باش نزيد نقولوا في هذا الموضوع، ولكن كنفضل نوقف هنا ونخلي النقاش يدور، وانا معكم وغادي نوصل ان شاء الله. واحد القضيه من قبيل نتوما كتناقشوا الموضوع ديال واش حنا كنناقشوا الاجانب او لا كنناقشوا بوصبع. مثلا انا بوصبع ساليت مع النقاش هذه تقريبا واحد عامين. سال النقاش ديالي معاه منين تاكدت ان ما كاينش امل انه يفهم، لانه يا اما مكلخ يا اما بيرو كيحافظ ما فاهمش، وداير داك بحال داك عرفتي ديك البهيمه كيدير دراقات قدام عينيه وكيزيد ما انت كتوريه ها هاد الحجه هادي وما كيبغيش يشوفها، حيت هذاك الشيء اللي كيبرد عليه هذاك هو المهدئات ديالو. فانا ساليت معهم نقاش، انا كندير حاجه وحده، كنعطي المغاربه اللي ما عارفينش باش يجاوبوا، اللي باغي يجاوبهم كنحط ليه ماشي ما غنقولش حق الرد، غير كيف ما هما كيجيو يبداو ينبشوا ويقلبوا ويجبدوا يروجوا للمغالطات، حنا كنوريو الحقيقه، ما كنوريو لهمش هما، حيت انا اخر همي بوصبع يفهم. كنوريو المغاربه اللي مع الاسف كاين شي وحدين فيهم بحال بداو كيتيقوا داكشي اللي كيقولوا بوصبع، ووحدين اخرين حنا لان حنا في المغرب مثلا غنرجع نقول حنا ما قريناش وسخهم، قرينا غير دوله جاره شقيقه يشق لهم الراس، هادشي اللي قرينا، ما قريناش ان التخت ديالهم ما قراوش لينا، فما كبرناش حنا بداك الحقد ولا الكره على بوصبع بحال كيما هما ترباو على الحقد علينا حنايا. فمني كيجيو ولادنا ولا خوتنا ولا هذا يجاوبوا، ملي كياتاكيه بوصبع وكيجي يجاوب ما كيلقاش باش يجاوب، لانه هو ما اصلا كيعرف حاجه وحده، كيعرف الصحراء المغربيه، كيعرف التاريخ ديال بلادو، صافي ما عندوش باش يرد على داك الخنز ديالو، حيت عمر المغربي هما ساكنين في شوف تيفي كيضلوا يتفرجوا في شوف تيفي. حنا ديالنا اصلا كيقول لك هضرتهم كتعيفني ما كنقدرش نتفرج في البرامج ديالهم، فديالنا حنا فانا كنعطيهم باش يردوا، اللي بغى يرد ها الدوسي الاول ها حنا فتحناه الرد، ها الدوسي الثاني فتحناه الرد. حاجه اخرى كنديرها هي مثلا كنخرجهم مره ندورهم في المغرب، عارفهم ما غيقدروش يديروا نفس الشيء، اولا ما يقدروش يصوروا حيت ممنوع التصوير، كيصوروا غير فرونسي. ثاني حاجه حتى جاو يصوروا راه شفنا العربون، راه الناس زلزال في تركيا والدمار في الجزائر، ما عنده ما يصور. فانا كنسكتو من جوج جهات، اما باش نفهمه ولا نشرح له هو ما مفقود فيه الامل. وحاجه اخرى هذاك المشرقي انا ما كيهمنيش المشرقي يفهم، حتى هي اخر همي ان المشرقي يفهم او لا يعرف. اختي نرجس، نعم بزاف ديال الناس تيردوا المقوله ديال المغفور له الحسن الثاني رحمه الله ديال ليعلم العالم. الحسن الثاني الله يرحمه فاش قال هذه الكلمه، شنو هو العالم اللي تيقصد؟ خصو يعرف مع من حشرنا الله، واش العالم اللي هو الجمهور ولا العالم اللي هو الفاعل السياسي اللي هما صناع القرار؟ الفاعل السياسي، انا كنظن الفاعل السياسي المجتمع الدولي. اذا هذه القضيه ديال اللي يعلم العالم راه ماشي يا ايها الناس. المغفور فاش قال لي يعلم العالم تيقصد بها صانع القرار، تيقصد بها الوزن السياسي والدبلوماسي، كيقصد بها الرؤساء والملوك والحكام. اما خوش بيش اما عموم الشعب، واش واحد بحال مصطفى بونيف البارح تيصوني على قضا بن عمر تيقول له راه خرجت نشري البصله لقيتها ب 170,000. مصطفى بونيف ما قادش يشري كيلو ديال البصله ب 170,000، عاد هو غادي يعرف مع من حشرنا الله ولا غيكون عنده راي في الموضوع؟ ولكن الا سمحتي خويا بدر، في اطار الجواب على السؤال الاول لماذا نتحاور معهم، انا شخصيا ما معروف ما كنفتحش لي لايف،
عندما أناقش الجزائري لا أناقشه في لايف جزائري، لأني لا أصعد إلى اللايفات الجزائرية، لأني أنا إذا ما كانش اللايف محايد يمنحني حقي في الكلام ويضمن كرامتي وعدم التعدي على رموزي وعلى شعبي، لا أصعد إليه نهائيا. لكن الأساسي أنني لا أتحاور مع أي كان، وإنما أتحاور مع على الأقل من تتوفر فيه بعض الشروط، ألا وهي الالتزام باستخدام الكلمات الأكاديمية في النقاش السياسي وعدم التطاول حتى يكون النقاش في المستوى. وكما قلت يهمني الجمهور. عندما نتحدث عن مقولة مع من حشرنا الله في الجوار، فيجب أن نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبحت مؤثرة في الفئات شعبية كثيرة. فإذا تركنا نحن هذا المجال ولم نسوق للعالم العربي أو لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن نوعية هذا الناس وعن الخطاب الكراهية الذي يحمله هؤلاء الناس وعن كمية الأكاذيب والإشاعات التي ينشرها عنا هذا الذباب الإلكتروني وهؤلاء الجزائريون الحاقدون على المغرب، فهنا نرتكب خطأ كبيرا. لأني أنا في إحدى اللايفات الفلسطينية كان هناك أخ فلسطيني كان يؤمن إيمانا راسخا أن هناك جنود مغاربة في إسرائيل، وأن هناك طبيبات في إسرائيل، وأن المستشفى المغربي وجدوا فيه استخبارات وأجهزة تصنت وكذا. فيعني في حواري معه تمكنت أنني أن أزيل الغشاء عن عينه وعن بصيرته حتى تيقن، وأكدت له أن ما يساق هو يندرج ضمن خطاب كراهية ومحاولة تشويه سمعة المغرب. فهذا الشخص يعني قال لي أنا سأذهب وأبحث، فذهب وبحث في مسألة الصحراء الغربية المغربية، ليس من أجل إقناعه لأنه نحن أصلا نمتلك هذه الصحراء، ولكن حتى لا يكون هذا الشخص وسيلة ليمرر منها الخطاب أو الأسطوانة التابعة للمرتزقة وللنظام الجزائري. فهذا الشخص لو حمل هذه الرسالة وهذه المقولة لسعى في نشرها وضلل بها الكثير من الناس. هؤلاء أيضا سيحملونها إلى أناس آخرين. هناك صراع من سيتمكن من أن يغلب خطابه خطاب الآخر، وهنا الموضع الحقيقي، لأن وسائل التواصل الاجتماعي شئنا أو أبينا تؤثر على الفئات الصغرى أو تؤثر على الناس التي لا تبحث، تؤمن بما تسمع. الإنسان الذي يؤمن بما يسمع هذا إنسان جاهل مع كامل احتراماتي، لأني أنا إذا سمعت شيئا لا أؤمن به إيمانا راسخا، وإنما أذهب للبحث عن هذه المسألة وأتيقن منها من مصادرها الموثوقة. هذه الوسائل التواصل الآن سواء منصة تويتر أو فيسبوك أو انستغرام أو تيك توك أصبحت تؤثر في عديد الناس، لدرجة أن الآن من يأتي ليحاورنا من الجزائريين يحملون خطاب من يسمى الآن بمثقفي الأمة الجزائرية، وعلى شكل هذا الشاب بونيف وغيرهم من يعني بن قصديرة وهؤلاء، والطبيب البيطري هذا الذي يدعي أنه فيلسوف في التاريخ. هؤلاء الناس يحدثوننا بما سمعوه من هؤلاء. فبالتالي نحن وجب أن نحاور، لكن أن نعرف مع من نحاور وفي أي مكان نحاور، ونوصل رسالتنا ونضحض الإشاعات ونوصل خطابنا، ليس فقط يعني أن ندافع، بل أن ندافع وفي نفس الوقت نرفع الغشاء أو نرفع الغشاوة أو نرفع غطاء الظلامية عن العقل الجزائري، ليعلم أن بلاده تعيش في أسفل السافلين، وأن ما تعيشه الآن الجزائر هو ما كان يعيشه المغرب في عهد الثمانينات. فهذا الأمر مهم جدا، لأنه إذا لم نضحض خطاب الجنة الموعودة التي يسعى النظام تبون وأبواقه أن يوصلوه وأن يقنعوا به الجزائريين، فنحن نرتكب خطأ في حق الجزائريين، ووجب علينا جميعا أن نكون ممن يضحد هذا الخطاب الذي يسعى أن يوصله. فبالله عليك من أقنع الجزائريين أنه قوة ضاربة، ومع العلم أنه للآن الجزائر لا تملك ولا بنك واحد خارجي. فمن أقنع هؤلاء الناس بهذه المقولات، فوجب علينا أن لا نترك الجزائريين في هكذا ظلام. وجب أن ننير عقيلتهم وأن ننير بصيرتهم. أنا هذا أسلوبي، وهكذا يعني أؤمن. وإذ لم تحاور معهم فلذة الحوار يعني أنا شخصيا تفتقد لدي، لأن التطاحن هذا يعطي يعني جماهيرية، وهذه الجماهيرية تأتي حاملة لأفكار معينة، أنت تستغل هذا الشخص من أجل أن تطحح تلك الأفكار التي يحملها الطرف الآخر. أوكي.
آه، راه كلشي باغي ياسر كيقول لك ياسر ياسر، فين هو ياسر؟ باغيين يسمعوك يا ياسر. يلا سي ياسر يلا. ياسر انتم باش ما تقولوش ظلمنا ياسر انت. على العموم يعني الا سمحتوا لي قبل ما يتكلم الاخ ياسير، غير تعقيب على من على الاخ بدر، يعني لما جاء على لسان الاخ بدر. لا اظن ان الملك المغفور له الحسن الثاني كان كيخاطب زعماء العالم لما قال ليعلم العالم مع من حشر الله بالجوار. كان بامكانه يقول ليعلم اصدقاؤنا واشقاؤنا واخواننا الملوك والرؤساء والزعماء العالم مع من حشر الله بالجوار، ولكن كانت يعني الكلام موجه للعالم بطبيعه الحال، لانه قال قبل منها احنا ما بغيناش العالم يعترف لنا بالصحراء المغربيه. الصحراء في مغربها طبيعه الحال، المغرب في صحرائه، ولكن احنا بغينا ليعلم العالم مع من حشر الله بالجوار. ثم اخي بدر، هذا الذباب الالكتروني او النظام العسكري والاعلام ديالو الفاسد، الابواق ديالو طبيعه الحال، لما كتصنع اشاعات وفيديوهات مفبركه واخبار مزيفه على الملك او على المملكه المغربيه، فهي كتكون كتحاول انها يعني توصل واحد الفكره على المملكه المغربيه الشريفه، فكره سيئه للعالم طبيعه الحال. ما تنساش باللي ان هذا الذباب الالكتروني الجزائري انه جاء من بعد الربيع العربي في 2011. استنتج النظام العسكري والمخابرات العسكريه على ان فعلا مواقع التواصل اصبحت فعاله، وان عبر مواقع التواصل جاءت عده تجمعات وتظاهرات واحتجاجات اللي اطاحت بانظمه، وكان الناس كيتلاقوا في مواقع التواصل وحتى في الواتساب وكيعملوا لقاءات واجتماعات وكيوجدوا مظاهرات واحتجاجات بحال اللي وقع في تونس وفي سوريا وفي مصر، واطاحوا بانظمه. هنا النظام العسكري الجزائري فطن، عمل ذباب الكتروني سخروا. علاش؟ باش يكون واحد السد منيع يحمي به نفسه هو، لان كيعرف راسو بلي انه ما عندوش الشرعيه، وعطاه تعليمات ايضا باش يوظفوا بواحد الطريقه معينه باش يخلق الشرعيه لهذا النظام العسكري اللي هو دائما كيبحث عليها. هذه الشرعيه كيخلقها لنفسه عند الشعب ديالو. دونك انا ملي كنجي وكنفضح هذا النظام العسكري، ملي كنطلع انا وكنعطي حجاج وكنعطي دلائل، كنفضح بها النظام العسكري وكنبين له باللي ان هذا النظام، هذا الاسلوب ديالو وهذه مجرد اشاعه، هو ظالم، هو معتدي، هو عمل وعمل 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 بالارقام وبالحجج وبالدلائل. هنا الشعب الجزائري كذلك حتى هو كيعرف باللي انه فعلا كيستنتج فعلا باللي انه هذا النظام هو نظام فاسد، نظام ديكتاتوري، نظام مجرم، نظام اعتدى على الشعب الجزائري، قتل فيه اكثر من 4 مليون مدني جزائري، اعتدى على الجيران، يعني وخدم اجنده ديال الدول الغربيه. نعطيك مثال ديال النهار اللي نحنا بلاتي خويا، شوف اصلا هاد الناس اللي هنا هما اللي غنختموا معاهم، حيت راه دابا الوحده ونص. انا خاصني دونك غنوزعوا الهضره على الناس اللي كاينين. غابقى الاصدقاء اللي في الكاست غتسمحوا لي غدا عاود، الا كنتو هذا نكملوا ثاني غدا النقاش ديالنا هنا في. نعم. اول شيء انا كنعرف باللي انا الان حاليا راه المخابرات العسكريه كتابعنا، والذباب الالكتروني كيتابع هذا اللايف، بل اكثر من ذلك كيسجلوه، وماشي بعيد يكون فخامه الرئيس تبون كيتبعنا حتى هو وشنقريحه. على العموم حنا غالبا، حيت انا ديك المره حصلت دومير دكتور الحمير لقيتو كيتبعني في اللايف. نعم كلهم كيتبعوا. كلهم شي نهار غنلقى الرئيس فخامته دخل بشي كونت سميتو تو دي زاد ولا شي حاجه بحال هكا. لا غير باش الا كانوا كيظنوا مع راسهم راه حنا كنعطيوهم الاوراق ديالنا، راه حنا ما كنعطيوكمش الاوراق ديالنا، حنا كنتكلموا بوضوح، حنا ما عندنا ما نخبعوا. هذه هي الحقيقه ديالكم. انتم نظام فاسد مسخرين ذباب الكتروني فقط من اجل انه يسيء للمملكه المغربيه الشريفه وكل ما هو مغربي، فقط من انكم توهموا الشعب ديالكم وتوجدوا راسكم واحد الشرعيه، لان ليست لديكم لا شرعيه سياسيه ولا شرعيه دينيه ولا اي شرعيه. انت نظام فاسد ديكتاتوري فرنسي ذو اصول جزائريه اوجدتك فرنسا لتخدم مصلحتها الى ان يرث الله الارض من عليها. وبالتالي فاحنا هنا كنقولوا بلي ان مواقع التواصل او ان التواجد ديالنا هنايا
هو كيدخل في اطار الحرب الاعلاميه، ولكن حنا كنحاربوا بالحجه والدليل، كنحاربوا من اجل قضيتنا العادله. ما كنسمعوش اشاعات، ما كنسيئوش بالاكاذيب والاقاويل يعني الباطله، وانما كنقولوا الحجه والدليل، وعندنا حق وعندنا قضيه عادله كندافعوا عليها. اما الذباب الالكتروني الجزائري، السؤال العارض اللي كنوجه له: لماذا انتم هنا؟ ما هي قضيتكم؟ علاش كتدافعوا؟ اش عندكم؟ ولا شيء، فقط من اجل الاساءه لنا، ومن اجل التحريض وخلق الفتنه بين الشعوب العربيه، وكذلك من اجل خدمه اجنده النظام العسكري عبر مواقع التواصل. حتى لا اطيل اختي، كنشكرك على المساحه، انا معك حتى تنهي ان شاء الله. شكرا. انا نقول واحد الكلمه دغيا بلاتي نشوفوا بعدا ياسر ونديروا معاه محاوله اخيره. الصباح ما كيقول ليه هضر ياسر. فينا هو هذا ياسر هذا اللي كتقولوا لينا فينا وياسر والو. نستناو ياسر ولا شنو نديروا؟ نشوفوا الشيخ جمجمه راه كتب قال لك كلمه اخيره، ونشوفوا حتى لاله سميره طالبه نقول غير واحد الكلمه ونهبط ونخلي واخا اذا غنزيدوا لاله سميره ونساليو. يلا انا نهبط، انا غنقول واحد الكلمه. بما ان الاخوان كاملين كيديروا فيديوهات وكيهضروا على هذا الشيء اللي واقع، كاين واحد الحاجه اللي خاصكم تهضروا عليها، هو ان الابواق ديال نظام الكبرانات دير واحد الحمله كبيره. يلا فاقوا من داكشي اللي قال الارشيف رويال شحال هادي واحد سيمانه ولا اكثر. يلا فاقوا ولاو كيقولوا بان قال لك اسيدي المغرب عنده واحد السياسه توسعيه، وبان خاصكم دخلوا شوفوا عافاكم الفيديوهات اللي كيديروا. هادشي راه ما كنهضروش على فيديوهات بناس في تيك توك ولا في اليوتيوب ولا لا، كنهضروا على القنوات الرسميه ديالهم دايرين واحد الحمله كبيره. انا غدا ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو على هذه القضيه هذه. بما ان كلشي الناس اللي هنايا كيديروا فيديوهات، حاولوا ديروا واحد الفيديو على هذه القضيه هذه. حيت شنو كيهضروا باننا حنا عندنا قال لك اسيدي سياسه استعماريه، حيت هضرنا على الصحراء الشرقيه ديالنا. هادشي هذا نساو هما اللي هذه تقريبا اكثر من 50 عام هما كيمولوا واحد العصابه ديال البوليزاريو باش يقسموا لينا بلادنا، باش يلقاو الطريق للمحيط. هذا الشيء هذا هو هادشي اللي بغيتكم ديروا عليه شي موضوع. انا غدا غادي نوجد، المهم باش تكونوا عارفين الا بغيتوا ديروا عليه شي فيديو. وشكرا على الاستضافه. احنا في الانتظار. المهم انا غنبقى تابعك داك الشويه اللي باقي عندك ديال الامال غنطفيه ليك. وتشرفت بالمعرفه ديالكم الخوت، ونخلي سميره وقيله تطلع صافي. واخا اخي العزيز هاك البوز، تحياتي لك، تشرفت بالمعرفه ديالك خويا. غادي بالاسم عرفنا بالاسم اول مره نسمعوك. انا شخصيا بعدا اول مره نتلاقى معك في شي لايف. الاسم الكريم شكون؟ علي من كتهضروا نتوما؟ هاك البوز. السلام عليكم. شنو الاسم ديالو؟ ما داك الشيء حيت دابا مثلا انا هاك البوز كنعرفو حمد. شكون انتو كتقولوا على هاك البوز؟ لا هاك البوز حمد خلاص اصلا كنعرفو. مثلا بدر انا متبعاه على يوتيوب، وعندي في تويتر صديق ديالي في تويتر. الاصدقاء مثلا الرأي المغربي ولا شكري اول مره كتطلعوا عندي في الكاست ياك اول مره. نعم اكيد تماما صحيح. حيت انا اصلا ملي كيطلع شي حد في الكاست كندير ليه ابوني. دونك ملي لقيت راسي ما دايرش لكم ابوني، يعني عمركم ما طلعتوا عندي في الكاست. نعم حتى انا عملت لك ابوني وطلعت اختي نرجس. مرحبا اختي نرجس. الا بغاو الاخوان يطلعوا انا غادي ننزل. الاخوان كلمه الله ينوركم. مرحبا كتكلموا. وعليكم السلام. مرحبا خويا. مرحبا. تفضل. انا خويا تتقولوا غير الذباب الالكتروني واذا اين هو الشعب الجزائري؟ راه كاين الشعب الجزائري والذباب الالكتروني والحمار الالكتروني والبوصبع الالكتروني وبني عداس الالكتروني وكاملين. اذا بما تبقى تقولوا لا بلي يعلم الله، نعم هذه تقالت، ولكن اين هو هذا الشعب الجزائري؟ بغينا نشوفوه اللي كيبغينا ما لقيناش. هذا الشعب الجزائري اللي كيبغينا وعارف الحقيقه وداك الشيء فين هو، جيبوه لينا نعنقوه ونبوسوه. مابقاوش نغطيوه. واش بغيتو نقروا
عجبتني دائماً. عندك الشيخ، عجبتني عندك هاد بنو عداس الالكتروني. لا نكونوا واضحين، لا باش نكونوا واضحين. شوف كل شيء واضح، اللي كيطلع عندهم نفس الافكار كيجي اغلبهم كلهم ما كيجيوش يتناقشوا، كيجيو عندهم 5 ديال الاسئله: علاه طبعتي الصحراء الغربيه، علاه تبوسوا الملك، سبتاهم ليا، فهمتيني، علاه تركعوا. اذا غنبقاو دائما، انا ما تندافعش، نقولها لك، انا قبل ما تيطلع معايا الكرهولي عارفو جاي يهاجمني، انا كنهاجمو قبل ما يهاجمني، باش نكون واضح معكم. لانه لو كانت عنده باغي يتناقش مرحبا، مثلا هو زعما هيجي ما عرف حتى حاجه وهيجي غير يسولني، ما دار بحث، يكتب تيك توك، قلب على كوكو كرغلات، يقلب على فلان وفلان 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 وجا. اذا بما انه قلب عليهم، علاش ما يمشيش يقلب؟ العالم راه اصبحت المعلومه ولات سهله، راه غير بلاصتك توصل فين ما بغيتي، كاين الكتب، كاين الوثائق، كاين كل شيء غير بلاصتك، فهمتيني؟ كل شيء بلا ما تقلب. بغيتي تعرف التطبيع، غنهضروا على التطبيع. اولا بالنسبه انا معكم الاخوان، بالنسبه انني واش نبقى 45 مليون كاملين نعاود معاهم اللي جاي يسولني، لان اللي كيطلعوا نفس الاسئله: علاش طبعتي؟ كتجاوبوا، والاخر دير الكيست موراه: علاه طبعتي؟ تجاوبوا عاوتاني الاخر: وعلاه نتوما مع بني الصهيون؟ عاوتاني الاخر تيقول لك: وعلاش درتي مع اسرائيل؟ هذا نفس الكلام. اذا ندير معاهم مسجله ولا ندير معاهم تسجيل ونقول لهم اللي جاوب، نقول له صبر، الرقم 1 التطبيع، جاوب. عاوتاني الاخر يهضرك على سبتها، بلاش، انا غير نربع يدي. رقم 2 سبتاهم ليا، ولا نقول له: شوف بغيتي سير ندير فيديوهات، هبط الفيديو رقم 1 كاين الجواب، هبط الفيديو رقم 2 كاين الجواب، واجي نتايا دابا نسولك برك. لان هذه هي، نكونوا واضحين الاخوان. اي كرغولي ابن زائر وافى على فعلته واعطانا هذا الشعب الكرغولي، صالح له القصف. لان يكفي لان شوف فرنسا اللي دارت فيهم الويلات، قطعت لهم الريوس ديال جدودهم، مازال محتفظه بها حد الان. 18765 جمجومه الراس ديال جدهم في المتحف الفرنسي، وما يقدرش شي واحد يهضر. انا سؤال كنسولو: شكون اللي دار استعمركم؟ وشكون اللي قطع لكم الريوس؟ واش ما تيقدرش يقول فرنسا؟ ما كيقدرش يقول فرنسا. العثمانيين منين دخل بربروس، منين دخل هما كيديروا فيهم الويلات، وعمرهم يقولوا شي كلمه على تركيا. اذا خصنا، جا الوقت، انا تنقول لكم اخوتي المغاربه، جا الوقت باش نتعاملوا معاهم كي تعاملات معاهم فرنسا، ونتعاملوا معاهم كي تعاملوا معاهم التركيين، باش لانهم العبيد، هما عبيد، هما لقطاء، خاصهم العصا والقصف. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم الاخوان. انا شخصيا اختي نرجس، انا كنحترم دائما، كنحترم الراي ديال كل المغاربه، وطبيعه الحال كل واحد والقناعه ديالو. انا بالنسبه لي طبيعه الحال عندي راي اخر، هو ان هذا الذباب الالكتروني هو سواقنا. نعم، هذا الذباب الالكتروني هو مسخر من المخابرات العسكريه، كيحاول يسوق لنا ديك الفكره على ان الشعب الجزائري عدو، وفي نفس الشيء كيحاولوا يسوقوا الشعب الجزائري ان الشعب المغربي عدو، او ان المغاربه اعداء. حتى الملعب اللي صدر منه ديك الاساءه للجمهور في الشان ديالهم، انا كنقول بلي ان الناس اللي اداو الثمن ديال التذكره ماشي هما الجمهور اللي من الشعب اللي جا باش يتفرج في المقابله ولا يشجع. والدليل اننا شفنا كل الناس اللي اداو الثمن ديال التذكره بقاو خارج اسوار الملعب. لكن هادوك اللي كانوا داخل الملعب شكون هادوك افراد من الجيش الجزائري، الجيش المخابراتي، خلقوا واحد الصوره اللي هي معك اخويا في هذه القضيه. انا نعطيك غير رايي اختي العزيزه، لكن لا اتفق معك بتاتا. لا ما سمحتي لي نكمل، الا سمحتي لي نكمل طبيعه الحال. الا كان عندك طبعا كمل، انا غير عطيك رايي وكمل بطبيعه الحال. بارك الله فيك اختي. شوف، انا عارف بلي أن لا يوجد في القنافذ أملس، اتفق معك، ولكن خصنا واحد استراتيجية معينة. هاد الاستراتيجية اللي غادي نستخدموها شنو هي أو كيف؟
اول شيء خصنا نعرفوا العدو ديالنا، قلتها وكنعاودها، والسلاح ديال العدو ديالنا. انا هذا العدو اللي باغي يدخلني في مشاحنه مع الشعب الجزائري، حتى وان كان فعلا هذا الشعب الجزائري عدو، ما ندخلش معاه في مشاحنه. علاش؟ لانني اذا دخلت غادي نكون خدمت الاجنده ديال النظام العسكري. هذاك الشيء اللي بغا ما نعطيهلوش، الا عطيتو له انتصر عليا. انت بغيتيني ندخل انا نسب ونشتم، ما نسبش وما نشتمش، لان اذا عطيتك داك الشيء اللي بغيتي كيتسمى انا خدمتك وانني وفرت لك داك الشيء اللي بغيتي، وفي التالي انت انتصرتي. ولكن انا الا ما عطيتوش داك الشيء اللي بغا غادي نكون هرست له ديك الخطه ديالو اللي خسر عليها فلوس صحيحه وضيع عليها وقت وجند عليها جنود. اذا انا بالنسبه لي كنقول واحد الطريقه، حنا في مواقع التواصل خصنا نعرفوا الحرب، هذه الحرب مع من، والخطه الحربيه باش والسلاح ديال هذا العدو باش نقدروا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. وانا قلت قبل ما نبدا كلامي كنحترم راي كل المغاربه، وانا قلت باللي اننا كلنا خصنا نكونوا موجودين، كل واحد والسلاح ديالو، ما عرفناش العدو باي نوع من السلاح اللي غادي يقدر يطيح. لكن نعطيك تحليل اختي نرجس مع كامل احترامي لك وكل الاخوان والاخوات الموجودين معنا. التحليل ديالي الخاص انا لديك المقابله وديك الجمهور اللي كان داخل الملعب، على انه ماشي الجمهور اللي ادى الثمن ديال التذكره وجا من اجل انه يتابع مباراه ديال كره القدم وجاي يشجع فريق ضد فريق. لا، هذاك الجمهور دخل تما، هذاك الجمهور اللي هو طبيعه الحال مخلص بحال حفيد مانديلا، حتى هو تخلص جا حفيد مانديلا باش يسيء المملكه المغربيه الشريفه، خدا 100 مليون دولار او بليز الفلوس كما كنقولوا حنا باش يسيء للمملكه المغربيه الشريفه. كذلك داك الجمهور اللي كان موجود ديك النهار ما جاش باش يتفرج، وانما جا باش يسيء المملكه المغربيه الشريفه. هذاك الجمهور اللي هو رجال ديال جنود ديال المخابرات العسكريه، جا باش يسوق واحد الصوره من داخل الملعب على ان الشعب الجزائري عدو الشعب المغربي، باش الشعب المغربي يخرج يرد حتى هو، وبالتالي ها هو نجح النظام العسكري في انه خلق واحد العداء وواحد المواجهه في مواقع التواصل بين المغاربه والجزائريين، وتبقى ديك السب والشتم. نسولك، نقولوا حنا نعم. النظام ديال الجزائر قدر ينفذ المخطط ديالو في خلق العداوه. نعم. شنو النتيجه؟ ها هما خرجوا المغاربه وكيتبراو من الجزائريين. فين كاين المشكل؟ اوكي، شكرا اخي، سؤال مهم. اول شيء اخي العزيز، خصك تعرف بان الصوره ديال المغاربه في مواقع التواصل انها صوره مشرفه، واننا حنا كندافعوا على قضيه وطنيه عادله وعلى مقدساتنا وثوابت ورموز بلادنا، باش بالتاريخ بالحجه بالدليل بمعطيات صحيحه وبشرف وبادب واخلاق. هذا الامر هذا طبيعه الحال كيخلي الرساله ديالنا توصل، لكن هو ما بغاش هذه الصوره هذه، هو بغانا حنا ندخلوا في السب والشتم، هو بغانا حنا ندخلوا في مواقع التواصل حتى حنا نسبوا ونشتموا باش نسيئوا للصوره ديالنا والوطن ديالنا من جهه، ومن جهه باش نساو القضيه ديالنا الحقيقيه وندخلوا فقط في مشاحنات وفي تبادل السب والشتم. اخي العزيز، لما كيكون احمق لحظه دقيقه اخويا العزيز سمحت لي، لما كيكون احمق وكتجادلوا ما يفرقش بينك الناس ما يفرقوش بينك وبين الاحمق، انت انسان عاقل. راه نفس القضيه، اذا كان حمق ما خصكش تجادلوا، هي الا كان حمق وانت كترد عليه بالصواب، راه هي الحمق كنربطوه اخويا، الحمق كنربطوه، كنديروا بويا عمر كنربطوه بالسنان. هاد القضيه هذه ديال ان المغاربه خص يبينوا ديك الاخلاق. شوف عاوتاني حنا راه مغاربه بيناتنا ما نبنيوش المدينه الفاضله، حتى حنا بيناتنا راه في الزنقه راه يجبدك شي واحد كتخرج له البعابع، ماشي حنا نبقى نمثلوا باننا راه ملائكه، وحنا ما يمكنناش حنا بيناتنا. خويا العزيز اسمح لي سحاب هذيك الكلمه ديال تمثل، سحاب حنا ما كنمثلوش، حنا هذه الحقيقه ديالنا، هذه حقيقتنا. السي شكري، راني مرات شي مغربي راه ماشي فهمتيني، احنا عارفين بعضياتنا، راه نمشي نلقاو مضاربه غير على ود الكلمه، راه في ستوب غير بنادم كيضوب البنادم كيبغي يهبط يفرسو. حنا عاوتاني ما نديروش داك ما نعيشوش راسنا وما نعيشوش المتابعين ديالنا. ولكن بدر حنا ما كنمشيوش نعايروهم بكلام طايح، حنا المغاربه بيناتهم واحد تعصب كيرد على الاخر، عمرك ما كتلقانا مشينا عندهم تعايرنا معاهم بكلام طايح. الاخت نرجس، انا بغيت نوصي واحد الفكره على ان الانسان
خصو يعرف مع من تيتحاور. ما يمكنش انا واحد يطلع يسبني تقول لي انا نجاوبه بالادب. هذيك اللغه لا يفهموها. بحال واحد ما عمرو قرا الفرنسي وانت تقول له دوي معايا بالفرنسي، ما يعرفش يدوي معاك لانه لم يقراها. واحد لغه الادب ما عمرو تربى فيها، ما عمرو سمعها. فانت لما انت مثلا دابا نعطيك غير مثال ولله المثل الاعلى والاقدار ديالكم كلها منزهه. تصور دابا انا كرغولي والاخت نرجس مغربيه، انا كنعرف نهضر غير من الصمته لتحت، هي كتعرف تهضر غير من الصمته لفوق. انا كنخدم لغتي وهي كتخدم لغتها. عرفتي انا ككرغولي لداخل ديالي اش كنقول راه خايفه ما عارفاش تجاوب، راه ما تيحسبهاش اخلاق واداب حيت هو ديك اللغه لا يفهموها. بدر عرفتي علاش قلتي هاد الهضره؟ انا كمغربي غادي نهبط عنده للقاع نخليه ضربوه ونطلع للمستوى ديالي، لان هاد اللغه هادي ديال الله يسامح وماشي مشكل وحنا راه تربيات الملوك هي اللي خلات الكلاب يتجرؤوا علينا. لانه بنادم بمجرد ما كتدرقمو لفمو كتهرس له الفم كيدخل سوق راسو، وبمجرد ما كتعطيه انت ديك الحريه وكتقول له خلوه يعبر بلغته انا نعبر بلغتي. خصك تعرف اخويا الشكري، حنا في هاد الالفيه اللي هو كيتسمى زمان بعد ما بعد الحداثه، الناس راه ولات كتسمع للصوت المرتفع، راه الفوكس على الصوت المرتفع. اما الصوت الهادي والاخلاقي حتى واحد ما غيسمع لك. وها هي الجزائر 50 عام تتسبنا وتعايرنا، الصوره ديالها مازال هي في عيون الناس. باش ما نقولوش حقا خسروا. لا غير واحد القضيه بدر باش نختموا هذا بقى لا سميره تهضر باش واحد القضيه. دابا انت مثلا بدر علاش كتقول هاد الهضره؟ انا فاهمك علاش، حيت مثلا انت لا انا مشينا وعرفنا العقليه ديال هذاك الشعب، لان مشينا عندهم بلادهم وعرفناهم كيفاش دايرين. خويا شكري راه هذاك القوم ملي كتهضر معاه بالادب كيقول لك انت كافي. الشيكور عنده هو اللي كيطيح من السروال لتحت، حيت راه دابا صعيب على مغربي يفهم العقليه ديال بوصبع. راه خصك تعاشر بوصبع باش تفهم عقليته. راه انت كمغربي كتقول غنهضر معاه باخلاقي، راه غدا ولا بعدو راه ضميرو غيفيق ويقول هذاك السيد محترم. لا غيقول عليك خواف. ابسط مثال جلاله الملك ملي كيدير الخطاب وكيقول لهم اليد الممدوده وحنا اخوه، اش كتلقاهم لا غدا الصباح كيقولوا في اللايفات ديالهم وفي الفيديوهات؟ واش المغرب محتاج لهم ولا حامق عليهم ولا باغي يفتح الحدود مقطعين عليهم صبابطنا؟ لا. ولكن كاين واحد الحاجه سميتها دبلوماسيه، كاين واحد الحاجه سميتها سياسه، هما ما كيفهموهاش. راه انت كتهضر مع حظيره، راه هما قالوها على راسهم براسهم، راه حظيره الناس عندها الحدود وهما عندهم الدرك، دايرين الدرك على الزريبه. يسمح في الوقت نرجع يعني وي. حتى نوضح نقطة، لأنه أظن أن يعني لازلنا لم نتفق. الضروري والأساسي أن يعني نعرف أولا، يعني أنا أحيي كافة الإخوة على مداخلاتهم، وكل من يعني وجهة نظره. فعلا هناك ذباب إلكتروني، ولكن هناك جزائريون أيضا الذين رفعوا رايات فرنسا في تشجيع فرنسا ضد المنتخب المغربي لم يكونوا ذباب إلكتروني، وعديد منهم أيضا موجودين وفيديوهاتهم بالمئات. فبالتالي هؤلاء جزائريون لا يمكن أن نضع عليهم الصفة. فعلا هناك ذباب إلكتروني تم واستخدمه النظام في ضرب قيادات الحراك، لكن الآن وجهه إلى الحملة المغرضة ضد المملكة المغربية وضد رموزها. لكن أيضا الجزائريين ونعرفهم، وحتى من عاشرهم من المغاربة يعرف جيدا طريقة تفكير هؤلاء، أن مستوى أخلاقي متدني وما إلى ذلك. لكن الأساسي الإخوان، نحن لا يهمنا تربية الجزائريين، ان شاء الله عنهم ما ترباو كما نقولوا حنا، عنهم كاع ما يترباو لا اليوم ولا غدا. يا غير اللي يهمني انا شخصيا، انا لا يمكن ان نناقش في اللايفات الجزائري، وانما حينما نناقش في اللايفات مع الشعوب العربية يظهر الفرق، وهذا هو الاساسي. انا وأضرب بقوة، لكن لا أضرب بالطريقة التي تسيء إلي أولا كمغربي وتسيء إلى بلدي. فهنا الأساس. أنا ما دمت أملك الحجج وأنا واعي ومثقف وأستطيع أن أتحدث وأن أسرد في تاريخ بلدي مئات الصفحات، فبالتالي لا يمكن أن أنزل إلى مستوى تطياح الكلام إلى هذه الطريقة. لكن أيضا لن أسامح في أي تطاول على بلدي وعلى رموز بلدي، وسأرد وسأفحم بل سأوجع
في الأمور التي أنا أعلمها أنها توجع الجزائري وتستفزه وتجعله يخرج من كينونته ويرفع التقية الشيعية ويظهر الوجه الحقيقي للجزائر. هذا ما أريد أن أوصله. نحن لا يهمنا سواء الجزائر تقدمت أو تأخرت أو تربت أو لم تتربى، إن شاء الله عنها ما تربت 200 ألف سنة، لأن هذا الإنسان مشكلتهم هم ليست مشكلة المغاربة. مشكلتنا نحن في النقاش، نحن نطرح السؤال: هل سنناقش هؤلاء؟ نناقشهم في أماكن يتواجد فيها الرأي الآخر أو الطرف الآخر الذي نريد أن نوصل له رسالتنا. أما المواطن الجزائري أنا لا يهمني إن اقتنع أو لم يقتنع أو آمن بالصحراء. ناقشتهم فوجدت أنهم يؤمنون بأن أراضي الصحراء الغربية المغربية التي أحدثكم بالمناسبة منها قد سيطرت عليها ما يسمى بميليشيات التنظيم الإرهابي البوليزاريو. هؤلاء الناس كذب عليهم إعلامهم فصدقوه، فكيف سيصدقونني؟ أنا لا يهمونني نهائيا، ولا أعطيهم أي أهمية، ولا أريد لهم أن يتقدموا سواء اليوم أو غدا، لأن أمرهم يهمهم ولا يهمني. لكن حينما أجد واحدا منهم ينبح علي وعلى بلدي وعلى رموز بلدي في لايف عربي أو لايف أجنبي، هناك أجد فرصتي، بل أغسله أمام المتابع العربي وأعري بلاده ونظامه حتى لا يفتح فمه مرة أخرى على أسياده أبناء المملكة المغربية ورموزها. هذا هو الأساس الذي نريده، ولكن الطريقة أولا أن أضمن كرامة وسمعة بلدي أن لا تمس لا مني ولا من الطرف الآخر. هذه هي النقطة التي يجب أن نتفاهم عليها، مع كامل احترامي وتحية للإخوان حتى نطيل التي استمعت إلينا كثيرا. الله يعطيك الصحة. أنا بعدا أتفق 100% على هذا الكلام. كتستفزني ديك الجمله ديال لا حكا كاينه غير الذباب الالكتروني. لا اسمح لي، راه كلهم انا كنعمم ليس في القنافذ املس، كلهم ذباب، كلهم من الراس حتى للراس. راه ما تقولش لي اللي في التيران، راه ما كاينش غير اللي في التيران. علاش التيران كامل هذاك عسكر ابار تيران اللي ضربوا ولادنا وكيديروا الفيديوهات ويبداو يحرقوا في العالم ديالنا هذوك ذباب الكتروني. نرجس نقطة. أنا لا أتفق مع القضية ديال الذباب الإلكتروني، ولكن مع الرأي الآخر أنا معك 100% في الهضرة اللي قلتي. نرجس، واش داك الجيش صبار هنايا نمشيو انهم هذوك من الجيش الجزائري، واش داك الجيش الجزائري جابوهم من القمر؟ راهم جزائريين من الشعب الجزائري. وي لا سميرة ما سمعناكش. نرجس كتسمعوا؟ كنسمعك. انا ما بقيتش كنسمع. حنا كنسمعوك. نعم، إلا سمحتي لي أختي نرجس، إلا نكمل واحد النقطة غير صبر ما ترجع واحد النقطة. أنا وبما أن صبر أنا درت قلتي أنا عندي أسئلة. هل الجيش الجزائري من الشعب واش جابهم من القمر؟ بنت الأصل هيا في اللايف بلاتي الله يعطيك الستر الشيخ بنت الأصل هيا في اللايف، ما شفتيش كتعرى عليك ولا جالسة مع بحال اختك. انت عارف فين هي، ولا بحال خوك في بواد بولون. بنت الاصل انت كتشوفها هي جالسه في دارها لابسه حوايجها مع ولاد بلادها كتهضر. فين عندك الالام ابو صباح؟ فين عندك الالام؟ يلا دابا هذا قول لي ذباب الكتروني. اسمح لي الشيخ هضر. لا غير واحد 3 النقاط انا من المداخله. هل الجيش الجزائري من الشعب واش جابهم من شي دوله واحده اخرى؟ اذا هما جزائريين، بما ان الشعب الجزائري ما متفقش مع الدوله ديالو. اذا فين هو؟ اذا باش هنفهموه هو ما باغيش يفهم. هو كان بعدا فهم يعرف بان دوله بتروغازيه ومشات تصف على الغاز والطاليان فتحها، فرنسا فتحها. وواحد النقطه اللي مهمه، اذا علاش اصلا هنتناقشوا معاهم وعارفين هما جايين متهاجمين؟ اللي ما بغيتيش تهاجم هو هيكون صدام اي طريقه، لانه هو جاي يهاجم. اذا اللي ما بغيتيش تهاجموا بلا ما تناقش معاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اختي سميره، انا نكمل اختي هذه النقطه. اللي ما بغيتيش تهاجموا داك لا اترفعوا هو كيطعن ويضرب ويسب ويدوز مغالطات ونتايا كتشدوا الخاطر. كيفاش نشدوا الخاطر انايا وانا هو كيضرب فيا ونشدوا الخاطر؟ نقول له بحال انا نقول لك واحد القضيه، واحد جاي كيهاجم عليك بالسيف وانت كتقول له بالشعر. جبد له القصائد ابو نواس وعنتره وداك الشيء، هو كيعطيك بالسيف، راه يضربك ضربه وسالينا.
اذا مش بالسيف جبد الرمح وحشي لمو في راسو والصلاه على النبي. تفضلي اختي سميره. السلام عليكم ورحمه ومن الله بعد وبركاته. سكري عنده واحد الكلمه باغي يقولها باش ناخذوا عاود بادر في الاخر نختموا ونسد باش نمشيو نعسوا الجوج تقريبا. انا كنت عيانه شويه نعاس دابا فقت لكم انايا. خليوني موضوع مهم هذا وملي مجموعين هاد الناس خيرة الناس، فتحياتي ليك اولا. وقبل كل شيء راه دابا دخلنا 12 الليل، يعني دابا راه لو 8 مارس. اول شيء كنبغي نحيي المراه المغربيه والمراه العالميه، ولكن المراه المغربيه الخصوص. انا ملي نعست وفقت كنلقى نرجش جامعه هاد الاخوان وهذا الموضوع بحال هكا، فكل عام والمراه المغربيه بخير. تحيه لك بنتي وتحيه لجميع النساء المغربيات الحرات والامهات ديالنا، وتحيه لكم من هذا المنبر. الاخوان عرفتوا المشكله فين عندنا حنا دابا حاليا ما هي؟ ونكرر الغلط اللي كان قديم ديال التاريخ. واش حنا غادي نبقاو ندورو في بلاصتنا ونفسروا في هذا الشعب اللي هو اصلا ماشي شعب غير موجود؟ مقاطعه فرنسيه يعني تسيء لنا بكل لغات العالم. الا كان شي عدو كاين في الكره الارضيه للمملكه المغربيه الشريفه فهاد اللقطاء. وهنا بالعربيه تعرفت انا هنا نبغي الشرفاء فيهم ينوضوا يخرجوا يوريونا فيهم، لاننا اليوم بنتي نرجس والاخوان وصلنا لواحد النقطه اللي تاريخيه. عرفتوا شنو تاريخيه؟ راه ناس ماتت كتمنى تعيش هاد اللحظه، ودابا اللي راجل واللي مرا فينا حرين وكيدافعوا الوطن هنا يبانوا. خاصنا ما نتلافتوش نشوفوا العدو الحقيقي. شكون العدو الحقيقي اليوم؟ هو فرنسا من ترقص هذه الراقصه بغازها. حنا باش غادي نبقاو باركين في بلاصتنا ولا وعندك وهادو ورخصنا والنظام؟ ويلي عباد الله. ولا انا بعدا شخصيا تقاضى لي الصبر، وانا شخصيا مورا داك المعاناه اللي عشت معاهم في لو 28 نوفمبر مع النساء واللي تضربنا وتضطهدنا واللي اليومنا هذا وكنتصبوا في شرفنا وكيدخلوا عندنا الخاص وما كاينه اعتداءات ويشريو الخاص ويصبوا وقذف فينا في ماليكنا في ولادنا في شرفنا. يا عباد الله هذاك بونيف انا نقول لكم هذاك واحد الاسماء ذاك الاخر سميت بن سديره، اليس ملي ظهر هذا الدري انا يلا يعطيه الخير كنتفرج انا وراجلي طالع بدر وسميته انا وقفت قدام ولادي وفرحانه. انا راه كنعيش في حاله نفسيه وسط العائله ديالي لما فراسكمش، وزغرت وقلت طلع على البدر علينا. على من؟ على الدري بدر. علاش؟ لانه شد لي بونيف ودوك هذاك وجبد البوم الحت حك لهم داك النيف اللي كيداوعوا به. فينا هو هذاك بونيف؟ تكسر ليه. شكون عطاه لمو الكاو؟ لان ملي كاينين خنازير انا علاش غادي نقلب نفلي فينا هما كاينين الزوينين القنفود املس ولا مالي انا دي ميلور ولا مالي انا داك ابري شامبوان ولا مالي انا داك اللي كيديروه مورا الحوايج. لا، جدودنا اصلا ما كانش عليهم نشوفوا فيهم نهار الاول. هاد الناس عاشوا يعني عقد مولفين اللي كيباش ضخدهم واللي كيعطيهم العصا في التاريخ واللي هذا ما مولفينش بالشرفه. ولكن هنا حاشا حنا واش غادي نقولوا باننا ننزلوا المستوى ديالهم؟ لا راه حنا باقين يعني غير في دير. حنا خصنا نوصلوا لواحد النقطه ما هي نعرفوا باننا عندنا واحد القانون اللي كندافعوا على الوطن. هنا حنا كناس في مواقع التواصل الاجتماعي يا خصنا نتحدوا ونديروا واحد قانون اساسي بيناتنا ونحترموا قوانين وناخذهم باش غنجحوا. اما واحد يشرق واحد يغرب واحد يطلع واحد هذا. انا اليوم تصدمت في واحد هذا كنشوف واحد هذا كسميتو سمحوا لي نقدر نسميه نرجس. سمي مرحبا. انا اليوم كنشوف اسعد الشرعي داير مباشر في 4000 والصرف. شكون طالع عندو؟ كمال. وشكون طالع عندو؟ داك قويدر. وثاني نفس المسرحيه، قويدر طالع وكيشلخ وخشي لينا في الهضره ويدوز مرات هذا. والاستاذ ديالنا كمال اللي خصنا نكتبوا كلنا كمال وكلنا هذا كيتسنى فيه وبالاداب والهدايا. لا سيدي اليوم يا ندافع على الوطن يا غادي نبقاو. لاننا اليوم حنا خصنا هاد الناس سرطان، وهذا السرطان خصو يتقطع. بماذا؟ غادي نقطعوه بمعنى نتحدوا. الا كنا غادي نقطعوا هاد الناس ونسدوا عليهم البيبان خصنا كنا نكونوا غاديين على واحد البرنامج واحد. اكيد كل واحد فينا كيناضل بطريقته، اكيد كل واحد فينا عنده اسلوبه، اكيد ولكن كاينين شي حوايج لا راه ما خصناش نبقاو ندوروا في نفس البلاصه.
وما خصناش نضعفوا الجبهه ديالنا. الجبهه حنا اليوم الا كنا كنقولوا جنود وراء السده العاليه بالله ونحن اصلا تكون عندنا واحد الغيره واحده تحت شعارنا الله الوطن الملك، ونمشيو على واحد القدوه. هاد الناس اليوم اول شيء يكون ساهل التجاهل ديالهم. انا الكرغولي نقول انت ما غير موجود في الكره الارضيه، على الاقل غنساعدوهم. حتى اللي كيحبهم ولا عايش في شي خلال ولا مناسب معاهم ولا عنده شي قصه لا باغي يبقى عايش على الاطلال معاهم يساعدهم. لان اليوم من حب لهاد الناس هو بان تعرفوا بقيمته، غادي تدير ليه نفس باش ينوض يقاوم. اما باش هما معود ليهم النظام ديالهم بان حنا ظلمناهم وحنا كنبقاو دايرين لهم عافاكم الله يطول عمركم، هذا اش كيقولوا اذا بصح. لان الطريقه فاش كنعاملوا يعني الخبيث بواحد اللطافه هذا كيقول اذا هادو بصح، اذا هاد الناس مراد. ولكن حنا اليوم راه وصلنا في واحد الظرفيه اللي ما شغلناش فيهم نهائيا. واش حنا دكاتره، واش حنا دي اسيستون مساعدين اجتماعيين في الكره الارضيه باش نبقاو لا راه الكرغولي نقلاو لي حلال؟ لا، اليوم خاصنا نتحدوا حنا كمغاربه. حنا راه قبائل تبارك الله، ونتخاووا حنا مع بعضياتنا ونشموا حنا ريحه بعضياتنا ونتحابوا حنا بمعنى الكلمه. لان اليوم هنا كنلقاو بين اخوان وبالاخص هنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيختلفوا على والو على شي حاجه بسيطه كتلقاهم ومع الكرغولي لا احبه هذا وخصني نفسر لهم لا ما تحبوهمش اخويا. فاش انا بعدا اي من كيبان لي كيتعامل بواحد الطريقه هذا كانه حل علينا واحد السرطان اللي خبيث، رغم بانني اقسم بالله احب الجميع وانا تراب رجلي الجميع. ولكن اليوم مادام مفتوحه واحد القضيه ديال الصحراء الشرقيه، انا راه عندي عيد هاد الايام. لان لا عقلت وانا راه 2016 و17 و18 ملي كنت نجبد هاد المواضيع ديال الشرقيه وبشار وكنت كناكل على العصا من عند المغاربه هما الاولين. اذا اليوم حنا راه عندنا موضوع مهم وانتقال فعلي ديال صحراءنا الشرقيه وامور وامتدادات حقيقيه. علاش غادي نبقى نتكلم على ناس اللي ربما غير موجودين؟ ربما مادام باقا فرنسا معلقه الجماجم واش غدير لهادو شي اباده ثاني جماعيه؟ واش غتخليهم ثاني هكاك صاينين؟ واش منهم لفرنسا قبلوا الدل اللي عذبوهم وداروا ليهم كيعبدوهم منهم ليهم. اليوم حنا ما خصناش نكرروا غلط التاريخ، ولا غادي نرجعوا الكلام ديال الناس. على سبيل المثال البنت اللي طلعت معنا والناس اللي جراو عليهم 350 ألف كل واحد كيعاود القصه ديالو. فينا هو الخير؟ لو كانوا جيران حنا والله العظيم لو شي حد غادي لو كانوا عايشين وسط منا ويكون حاشا ولا يتمثل يكون عندنا حنايا نظام اللي غادي يخرجهم ويظلمهم ويدير، والله تلقى الشعب المغربي وتلقى نيت بحال الاخ شكري وغادي يحن فيهم وينوض يدير الله. هما فينا ما كاينينش. قال لك باعوا سرقوهم باعوا ليهم داروا ليهم، ما كنلقاوش حنا هاد الناس هادو اللي غادي نبقاو نتخيلوا عليهم حنا فينا هو. واخا يكون شي واحد كاع غادي نديروا كاينه فيهم واحد النسبه اللي كيقول لك انا يا خوا وخاطيني ويقول لك خاطيني بوليتيك وباغي يقسم لك ارضك. انا نقول لك بحال مثلا غير هذه الكلمه وباغي والهدف. شوفي بنتي نرجع هاد النقطة وغنسكت. والهدف هو والقضية اللي هي مربط فارس اشنا هي؟ راه هي باغي يقطع لك ارضك. هذه كلهم متحدين عليها. ولكن انا واش كنقلب على شي واحد يكون هو درويش اللي يفهمني؟ مادام حنا ندافع على الوحدة الترابية فهنا اذا سقط التعاون مع الجميع ولي نتوحدوا في كلمتنا. كل واحد فينا اللي عنده شي تبارك الله ما يعطيه ولا هذا يقدر على سبيل المثال غادي يمشي في العمل ديالو، ولكن ماشي بقضيه خوا ويمشي. هذا ربما غادي شو هذا. ولكن اليوم راه اصبحت خاصنا نقويو الجبهه ديالنا وهاد الناس نخلوهم. هذا كسرطان خاصنا الا بغينا غادي ندوزو من مرحله الى مرحله اخرى. راه سالينا من صافي غنفسروا ليهم والتاريخ وكاين اليوم اتجاهنا للصحراء الشرقيه. نعم، الا سمحتي لي الاخت نرجس نعطي الكلمه ديالي بايجاز. تعقيب على كلمه سميره الا سمحتي ونكمل ونعطيك الكلمه. سميره انت المهم انت عارفاني انا ضد خوا غير هي راه كاين واحد كاتيجوري كبيره من المغاربه اللي باقا كتمشي بالترابي. فهمتي؟ راه مشكله مع المغربي انك تخرجوا من ديك التربيه ديالو ومن داك تقول له حيد داك ماء الوجه اللي عندك وهبط مع بوصبع اللي مطيح السروال. راه صعيب ان احنا ما عمرنا ما غنكونوا بحالهم، عمرنا ما غادي نهضروا بحالهم. كاين واحد النوع عندنا باقي عنده امل
واحد الامل صغير، ديك الجوره وداك الشيء ديال الجار على جارو وهذا باقي عنده امل. انا هذوك الناس راه كما قلتها هاك البوز نقولها حتى شكري، واحد الامل اللي باقي حنا كنتسناو تيطفى بحال كيطفى عندنا حنا الامل. شوف نرجس، انا غادي نهضر معكم دابا وكنعرف بلي ان خوتي المغاربه اذكياء تبارك الله وصل عليهم به، وفهموني مزيان وذوقوني. اول شيء السي بدر، لو كانت السياسه النيف كتنفع كون نفعت النظام العسكري الجزائري هذه 62 سنه. السي بدر، لو كانت السياسه النيف كتنفع كون راه القوه الضاربه هي القوه الضاربه الحقيقيه فعلا في المنطقه. حنا ما كنستخدموش السياسه النيف، حنا كنستخدموا السياسه العقل. هذه النقطه الاولى. ثاني اختي نرجس، اختي سميره، اخي بدر، اخي الراي المغربي، والاخ محمد وجميع الاخوه اللي معنا، لو كنت كنناقش معكم في الواتساب كنت غادي نعجبكم بزاف، لان كان غادي نكونوا في الخاص. رانا اسمعني ماشي اي حاجه كتقال في المباشر. اختي العزيزه، المباشر اللي كيتبعونا فيه الالاف، اللي عندك 665 يناير عندك 15000 برا كيتفرجوا فيك. انا الا تكلمت بهذه الطريقه بحال اللي كنتكلم في الخاص، رانا وجدت الشرعيه للنظام العسكري الجزائري. رانا ساعات النظام العسكري الجزائري يحصل على الشرعيه ديالو اللي كيبحث عليها من المواجهه. النظام العسكري الجزائري باغينا نتواجهوه باش يلقى لنفسه الشرعيه. انا لما كنحارب هنايا انا كنحارب النظام العسكري الجزائري، دونك انا ما خصنيش نعطيه داكشي اللي بغا، خصني نعطيه عكس داكشي اللي بغا. لو كنت كنتكلم معكم، اسمح لي الله يحفظك باش تفهمني. نرجس، كنحارب النظام العسكري، انا كنقول الله يزيدهم هذاك الشيء اللي بغاو. الا ما سمعتينيش نرجس ما تفهمنيش اختي العزيزه. والله العظيم لو كنت كنهضر معكم دابا في الواتساب، اقسم بالله لو كنتو غادي يعجبكم الحال بواحد الطريقه اللي غادي تقولوا شكري فين عنبانو حنا قدامك. لو كنت كنهضر معاك في الواتساب، اجي نديروا اجتماع في الواتساب وتسمعوني شنو غادي نقول لكم. ولكن اخوتي العزاز، يا ايها المغاربه العزاز، تبعوا السياسه د بلادنا، تبعوا الدبلوماسيه د بلادنا. راه حنا ما خصناش نساعدوا هنايا النظام العسكري وجد الشرعيه ديالو، حنا كنحاربوا النظام العسكري. حنا هذاك الشعب الجزائري المفقر، الشعب الجزائري المغلوب على امره، الشعب الجزائري اللي كيخاف لان كتنهج في حقه سياسه التخويف والترهيب والتجويع، خصو يفيق وخصو يحارب النظام العسكري وخصو يطرد النظام العسكري وخصو يزول النظام العسكري من جذوره. اذا حنا يعطينا النظام العسكري داكشي اللي كيفتش عليه، ما نساعدوش الشعب الجزائري انه يعمل هادشي اللي كنقولوا. لا يهمني الشعب الجزائري يا على العموم اختي العزيزه نرجس، والله العظيم سعيد جدا، سعيد جدا. صبر خليني الشيخ الله يعطيك الصبر. قلتي ما خصناش نعطيو للنظام الجزائري باش داكشي اللي بغا. انا نزيدو، انا نقول الله يا ربي يطول في عمر تبون، يطول في عمر شنقريحه، وهذاك الشعب الله يزيدو، لان ما كياخذوا الا اللي كيستاهلوا. ما لا يهمني الشعب الجزائري كيفاش غيعيش او لا شنو سياسيا كيفاش غيكون. اخر همي الدبلوماسيه ديالنا الحكيمه وجلاله الملك، هذيك الدبلوماسيه. حنا ماشي دبلوماسيين، حنا شعب. انا ما كيهمنيش الجزائريين الله يعطي لباباهم الغرق، الله يزيدهم في هذاك النظام والله يطول في عمر تبون باش نزيدو نضحكوا اكثر. انا الله يزيدهم. بنتي نرجس واحد الدقيقه، الله يرحم بال الوالدين. حنا دابا يهمني كيفاش غيكونوا كيفاش غيعيشوا، الله يزيدهم. نرجس واحد القضيه نتكلموا عليها اليوم. عرفتي شنو؟ باش حنا والدوله ديالنا خرجات بهذا القرار ديال الصحراء الشرقيه وامور وهذا، يعني راه حنا وصلنا لواحد القضيه ربما يقدر تكون فيها حتى الحرب ديال، ماشي قضيه مستبعده. بغيت نسول هاد الناس هادو اللي يخممون ويحبون الشعب الجزائري، الى ناضت الحرب واش غنتعاطفوا معاهم حنا بالعاطفه؟ واش غنتحاربوا معاهم بالعاطفه؟ شوف اختي العزيزه سميره سميره اسمحوا لي دقيقه. انا خويا ولدي يما وبابا، لحظه دقيقه 30 ثانيه. خويا ولدي يما وبابا الا خان بلادي وخان ملكي نقتلو. خويا ولدي يما وبابا، ما تقوليش شي جزائري، ولكن خصك تفهم شنو بغيت نوصل اختي العزيزه. نعم تفضلي. جمجمه قول هضره، كنتي باغي تقول شي كلمه باش ناخذوا بدر ونسالي. دابا عندي السؤال، واش المشكله عندنا في من يحكم الجزائر او ما يتعلق بالمملكه المغربيه؟ حنا سوقنا، انا كمغربي ما كيهمنيش يجي يدير هتلر يحكمهم، انا ما كيهمنيش.
ما كيهمنيش انا كمغربي يجي هتلر يدير لهم الاباده يحكمهم ويقتلهم، انا ما كيهمنيش. انا اللي كتهمني هي الوحده الوطنيه والوحده الترابيه. السؤال المطروح، ياك هما كانوا تيقولوا العصابه هما حيدوا جماعه سعيد بوتفليقه وبوتفليقه وجابوا حيدوا قايد صالح وداروا شنقريحه وهذا المجموع، واش تغيرات داكشي؟ ها حيدوا ديال مقبور بوخروبه، ها حيدوا اليمين زروال، تبقى نفس التوجه، لانهم باش نكونوا واضحين ان داك المقاطعه عندها طريقه ولا استدارت فقط لمعاكسه المملكه المغربيه. راه واخا يجي ابو بكر الصديق رضي الله عنه ما يخليوش داك البلاد، لان داك القوم انا تنقولها لكم فقط تدار تمايا، وداك البلاد تدارت تما من اجل معاكسه المغرب. باش نكونوا واضحين، انا ما كيهمنيش هما الصراع بيناتهم يحيد العسكر ولا مدنيه ولا ما نعرفش نبغيو يقولوا لها، انا ما كيهمنيش. اياكم غير صبر، ياك داك سميتو اللي دابا مشدود في الحبس اللي كان ترشح سميتو، ياك جا الميجان الحوتيمه ولا الناظور دار واحد المداخله وتهجم على المغرب، كاينه ولا ما كايناش؟ والناس ديال الشمال قراوه النكاس، ياك جا هو تيقول لك ضد النظام وضد العسكر وداك الشيء، جا حتى المغرب وقال كلمه قد الحمار. باش نكونوا واضحين راشده. اذا شنو اللي كتكون حتى هاد المعارضين كاملين غير كتوصل المساله ديال الوحده الترابيه للمغرب الا من رحم ربي، ملي كيوصلوا للوحده الترابيه ديال المغرب هادو كامل المعارضين ديالهم واللي دايرين من هذاك غير كيوصلوا للوحده الترابيه للمغرب تيقول لك حنا خاطينا السياسه. اذا انا فاش تهمني هاد المعارضه ولا هاد الشعب الجزائري ولا هذا، انا باش يهمني باش ندير له الخطر ولا يتواجه معايا، هو اصلا مواجه معايا بما انه راضي على داك الشيء. انا باش نفهمكم، انا باش نكون واضحين. اذا انا اللي كيهمني من هذا الشيء كامل هي الوحده الترابيه ديالي والحدود الحقه ديال المملكه المغربيه فقط. يجي بوتين يمشيو مع بشار الاسد، يمشيو مع الخاميني، يمشيو مع يرجع ديغول، يهبط بول اوصار يشد يقطع فيهم الرياس، انا ما كيهمني حتى حاجه. انا كتهمني هي الحدود الحقه، الوحده الترابيه المغربيه، الوحده الوطنيه فقط. انا ناخذ حقي براسهم يفكوها بعضياتهم يتحابوا يتضاربوا كل شيء. انا هادشي اللي تنقول. تفضلوا الاخوان. إلا سمحتوا لي الإخوان ككلمة أخيرة، وأنا أشكركم على هذا النقاش الغني، ويعني شكرا للإخوة المتابعين اللي صاروا معنا، وحيي كافة وجهات النظر. يعني نختلف في الجزئيات لكن نلتقي في الأساسيات، وهذا هو الأساسي. أنا أيضا أرى أنه كما أكدت سابقا لا يهمني وضعية الشعب الجزائري، إن شاء الله خليه يعيش في القرون الوسطى. لا تهمني من يحكم هذا النظام أو من يحكم هذه الدولة، لأني أؤمن أن هذه الدولة هي دولة وظيفية مهمتها هي إيقاف عودة الإمبراطورية المغربية إلى سابق عهدها وإلى أراضيها الحقة التاريخية. هذا هو دور هذا النظام، وما دام هذا الشعب يؤمن بهذا النظام فأنا أدعو الإخوة المغاربة إلى دعم هذا النظام وتطبيل لسيناريو الذي يطبله الكراغلة، وأيضا في نفس الوقت فضح كافة المناورات والادعاءات والإشاعات حتى يكون دائما الجدال جزائري، بينما أنا كمغربي ما يهمني هو عودتي إلى الأراضي الحقة، إيمانا مني بأنها حقي وحق أجدادي الذي توارثوها ملكا عن ملك وشعبا عن شعب. وفي نفس الأساس استمرار هذا النظام بتسيير هذه الدولة بهذه السياسة هو فيه الخير، كل الخير للدولة المغربية وللمملكة المغربية، لأن الأساسي في الصراع هو الصراع على الهيمنة في المنطقة، والصراع على الهيمنة على غرب إفريقيا، وهو الامتداد التاريخي للمملكة المغربية. الآن ولله الحمد مع سياسة الجنوب المملكة المغربية لديها ركائز أساسية: سيطرة اقتصادية وسيطرة دينية وسيطرة سياسية على هذه المنطقة
المنطقة الاستراتيجية، وما زال عليه الدولة المغربية أن تعمل إلى العودة إلى منطقة الساحل والصحراء، وبالضبط إلى منطقة الأزواج، لأن هناك مغاربة تاريخيين. هؤلاء لطالما كانوا جندا من جنود الإمبراطورية المغربية. الصراع الأساسي أن تظل هذه الدولة كما هي تسير بهذه الطريقة ثروات الشعب الجزائري وأبناء أجيال الشعب الجزائري تصرف على أمور لا علاقة لها بالشعب الجزائري. وأدعو الشعب الجزائري لأن يطبل إلى هذه الأمور ليل نهار، وأن يدعم هذه السياسة، لأنه لو صرفت هذه المقدرات على أمور أخرى ربما يكون هناك منافسة اقتصادية وسياسية على الهيمنة الإقليمية في المنطقة، وهذا ما لا نريده. نحن نريد أن يبقى هذا النظام وهذا الشعب في هذه الوضعية وبنفس هذه العقلية وبنفس هذه السياسة، لأن الوزراء أو الممثلين المملكة المغربية حينما يحاججون في المحافل الدولية يحاججون عن مصلحة الشعب المغربي وعن مصلحة الدولة المغربية، بينما الجزائري أو الكونغولي حينما يحاجج على قضية لا ناقة ولا جمل له فيها، بالرغم أننا نعلم الخفايا ونعلم النوايا وما يريدون صناعته في الأقاليم الجنوبية. نمتلك الأرض وما زالت لدينا أراضي أخرى. الأساس والمهم تعريف الشعب المغربي بها وبأحقيته بها. حينما يحين الوقت لأن تكون الكلمة للسلاح فتكون أنت على يقين أنك تحارب عن حق ولا تحارب عن باطل، وهو عكس ما يقع لديهم. هذه من الأساسيات التي يجب أن نعمل عليها، ألا وهو توعية الشعب الجزائري صغيرنا وكبيرنا بأن أراضينا حقا. حينما تحن ساعة الصفر نكون على قناعة تامة أن إيماننا الراسخ بأراضينا الحقة، وأننا نرفع السلاح ضد من يعادينا وليس اعتداء على أحد. هذا ما يجب أن نؤمن به جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة لكم وشكرا. شكرا. الرأي المغربي. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة، تشرفت بك. حق بعد كلامك صبار نقولها له، نقولها له صباري، نقولها له بالحسانية. حق بعد خيارات كبيرة ولد العام. حق بعد. والله لا مرحبتي وخيرت بكم واهلا وسهلا بكم. ان شاء الله انا عايد عندكم اللجان الداخله، راهو حسابي موجود ونتواصل معاه، وخيرت بكم ومرحبتي، ونتشرف اي واحد حتى من الاخوه المتابعين. مرحبتي بكم، وراني راهن الاشاره ونستقبلكم في المطار على الراس والعين، والله العظيم الكريم. انا ونحيي الاخت سميره انا تابعتها واعرف ما تعرضت له ونضالها. انا ارفع لك القبعه واحيي فيك غيرتك على بلادك وعلى ملكك وعلى شعبك وعلى المرأة المغربية، وخيرتك كبيرة نفتخر بك ونفتخر بالإخوة في اليمين المغربي. أنا أؤمن بمبادئهم يعني سياستهم. الهجوم ثم الهجوم. تحية طيبة وشكرا لكل الإخوة المتابعين. شكرا أيضا الرأي الآخر اليمين القومي المغربي تيسالي هذا التبوريده كلها ان شاء الله، ونديروا شي احتفال عالمي ان شاء الله في الاقاليم الجنوبيه، ولما لا نذبحوا شي جمل ان شاء الله في الصحراء الشرقيه. ان شاء الله باذن الله. صراحه انا ما كنتش كنعرفك، ولكن تشرفت بك اليوم وسعيده بانني تعرفت عليك. وجودك معنا كان اضافه، وراه صافي الشيخ جمجمه قال المفيد. والله انا شرف ايضا اول مره نكون معكم في اللايف، وتحيه طيبه، وانا سعيد يعني انا راهن الاشاره في اي وقت، وتحيه طيبه لكم جميعا، وشكرا للسي شكري السي بدر. الجراد راه باغي يقول كلمه دوك نشوفوا صاحب الجراد. ومعنا عاود واحد السيد عاود ما قبيت هو كيطلب باش كل مره كنقول غنسالي كيصدق شي حد باغي يطلع. دونك غنشوفوا شكون اللي يعطينا كلمه انا غادي ننزل. تحيه لكم وشكرا جزيلا على الفرصه، وتحيه للاخوه المتابعين. الاخوه المتابعين ما نساوهمش، يعني تواجدهم. شكرا جزيلا. انا والرأي المغربي غنتلاقاو في الكرع، داخله ولا جنب بوجدور نتلاقاو في الكرع. مرحبا. القرقرات هي الضربه الكبيره والمتينه. راهو ضربه متينه، ننصحكم تقراو عليها. ننصحكم تقراو على القرقرات. نمشيو للجريفيه. اضغط حلم. انا غادي نقول واحد الكلمه باش نمشي. واخا ماشي مشكل، سبقوا خويا بدر. انا كنت باغي نقول باش ننزل بالحق. تفضل خويا بدر، انا من موراك. تفضل خويا. غادي نقول واحد الكلمه باش نمشي. شوف،
احنا بيناتنا كمغاربه كتختلف وجهات النظر، وهذا لا يفسد للود قضيه كما سميتو. غير هو الناس اللي متبنيين الراي ديال الهجوم خصهم يعرفوا بانهم هما ماشي شاذين ولا ماشي خارجين عن النسق، بالعكس. يعني حتى دينيا، يعني كل علماء التفسير اجمعوا على ان معنى قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. كل علماء التفسير قالوا يجوز للمظلوم ان يسب ظالمه، يعني حتى وصلوا لدرجه السب. وكانت وقعت قصه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر سب واحد في كما صحيح البخاري. حتى من الناحيه الدينيه يجوز لنا احنا كمظلومين اننا نسب ظالمنا، لكن احنا ما نوصلش لدرجه السب. ولكن القضيه ديال الرد باللغه يفهموها هم نفسهم، هذا كنظن بانه شي حاجه تلزمنا. علاش؟ لانه كتجربه شخصيه، لانه هنا كتختلف التجارب ديال الافراد. كتجربه شخصيه العفن ديالهم كل ما جبدتيه كل ما تيسكتوا. انا تنقول لكم مصطفى بونيف كان شهرين، حسبت له شهرين وحسبت لغيره، وكاين ملف ديال واحد اللي هو ولي نعمه مصطفى بونيف كيوجد شهرين طلق لسانه فقط على الملك، لا جديد لا معلومه لا حتى حاجه، غير الهضره على الملك، حيت عارف ان الرقم السري ديال المغاربه لاستفزاز المغربي هو الضرب له الملك. سب الملك ولا تعاير ولا ترمي شي شبهه ولا شي اشاعه، ديك الساعه المغربي كيشعل. فلما تجبد له الدواسه ديالو تحطهم له، هذه هي اللغه التي تيفهمها. ونزيدك الغالبيه ديال الجزائريين كيدخلوا عندنا وتياخذوا منا المعلومات ديال صحابهم باش النهار يدابزوا معاهم يعايريهم بهم. انا تنقول لك محمد يعقوبي مدير جريده الحوار اللي كان رئيس التحرير ديال الشروق، جبت له دوسي ديالو هاد الايام ضرب مع واحد داك ياسين بن الحاج، عايرو بدوسي انا اللي جبدته له. قال له منين سمعتو؟ قال له سمعتو عند بدر مفتاحي. راه هاد اللغه هي اللي تيفهموها هما، راه ما تيفهموش شي لغه اخرى من غير هادي. اللي باغي يبقى في ذاك المستوى ديالو الله يسخر، حنا لا نلزم احدا بشي حاجه، ولكن اللغه اللي كيفهموها هما وربما حنا كنهضروا معاهم بها ولا كنهبطوا باش نسمعوها لهم، هي لغه تفعل فعلها فيهم. هذه من ناحيه. الناحيه اخرى حنا كمغاربه خصنا نعرفوا غير حاجه واحده، هي ان اللغه ديال الدوله ماشي هي اللغه الشعبيه. باش نكونوا فاهمين، لغه الدوله اللغه الدبلوماسيه، اللغه السياسيه، لغه المصالح، اللغه الاقتصاديه، هذه لغه بوحدها. نحن كبقيه المواطنين ملزمين دستوريا بالدفاع على الوطن ديالنا، اللي في التاريخ يدافع، اللي في السياسه يدافع، اللي في الاقتصاد يدافع، اللي في الجيش يدافع، اللي في الحدود يدافع، اللي في الامن السيبراني والمعلوماتي يدافع، واللي عنده وسيله من وسائل ايصال الصوت الى الجهه الاخرى خصو يدافع. وبطبيعه الحال الانسان يختلف حسب الزمن والمكان، كما قال احمد بن ادريس الشافعي رحمه الله: الانسان ابن وقته. لما تطيح مع واحد ما تيفهم الا لغه الزنقه خصك توصل له الفكره بلغه الزنقه. طحتي مع واحد لا يفهم الا لغه العلم، مع انه يستبعد انك تلقى واحد فيهم يفهم لغه العلم، وصل له بلغه العلم. طحتي مع واحد ما تيفهم الا لغه باك جدك، خصك تهبط معاه وتخلي ضاربه كما دار هذاك الشاب المغربي السي يوسف في الضربه القاضيه في ابو ظبي هذه 3 ايام في ديك المسابقات ديال التيكواندو. فكل لغته وكل طريقه. الله يا ولدي بدر، جبتي عرفتي تمنيت لو كنت انا ميمتك سميره ولابسه توني وانا اللي انا اللي كنضرب. والله العظيم رائع راسي. فشوف يعني خلاصه الكلام بالنسبه ليا، كل واحد يمشي في الطريق اللي هو سميتو فيها، وكل واحد عارف الجمهور ديالو، عارف مع من تيتخاطب وكيفاش تيتخاطب، كل واحد عنده قناعات. المهم حنا كاملين نؤمن بمبدأ الدفاع عن الوطن، كل من محله وفي المقام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. شكرا لاله نرجس على شكرا لك، نورتيني صديقي. كاملين اللي كانوا معنا واللي غادي يجيو من بعدنا، تحيه لكم. عرفتي بلاتي جا نقول لك، راه كنكون فاتحه دي فوا لايفات في يوتيوب معايا اصدقاء، كيكون عندي شي ضيف ولا شي حاجه وكيجيو الناس كيكتبوا لي امتى غتصطاد في بدر، امتى غتصطاد. والمهم ديرها في بالك ان شاء الله. مرحبا. هذا الراس. مرحبا. اولا شكرا صديقي، نورتينا. صباحو على خير. اولا صباح على خير اخوان، اولا مرحبا. تحيه
تحية مسائية لجميع المغاربة بدون استثناء. اهلا بناس عين دريج، غير بلاتي واحد الدقيقه. انا راه على ديك عندي عين دريج دقيقة طلعت. وننزل لأن عندي دقيقة وننزل باش ما ناخذكمش الوقت بزاف. مرحبا، يلا تفضل. تحية طيبة للإخوان المشاركين في هذا النقاش اللي صراحة كنرفع القبعة للأخ شكري ولا الرأي المغربي ولا السيما ولا ها سي عز الدين مشى، واش شنو النرغيس دابا؟ انا كنت باغا نطلع سي عز الدين هو مشى، ناري قفرتها. تحياتي لك وباقي اخي العزيز عين وباقي دريج. الإخوان غي هو وبعدا وخيارت كبيرة بالأخ الرأي المغربي، وخيارت كبيرة ومرحبتي قبالة. إيه هو الأخ شكري غادي نعطيك المختصر المفيد. احنا ماشي ولو تشوف ان بزاف ديال الاخوان كانوا ضدك في الراي، لاننا حنا هنا ماشي في لقاء رسمي اخ شكري، حنا في واحد اللقاء اللي هو ديال عامه الشعب. ربما يكون عندك تحفظ، من حقك تستعمل ديك الدبلوماسيه، اوكي انا نتفق معك، ولكن ما انك حتستعمل ديك الدبلوماسيه وتحتاجها مستقبلا راه ما خصش تبان في الكاميرا اصلا، وديك الساعات دير اللي بغيت، ما تكونش رسمي معنا. هنا مواطنين كيعبروا على الاراء ديالهم. انا كونتر الجيري، لا غير كونتر الجيري. انا كنامن بالحكم الذاتي، تقرير المصير الاندلس والحكم الذاتي لموريتانيا، وتقرير المصير للسنغال. انا كنامن بهذه الفكره هذه، تقرير المصير للسنغال، تقرير المصير للاندلس، الحكم الذاتي لموريتانيا. يعني حنا هنا عامه الشعب. انا الجزائري هذاك الجزائري راه ما غادي يفيدني في والو. لو كان لقى القوه راح من هذه 46 سنه حتى راه دخل عندنا، ولكن المغرب راه برجالاته. تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية اللي سهرة على الحدود. لولا القوات المسلحة الملكية اللي كاينة في الحدود بالسياسة الرشيدة ديال البلاد تراهم كلاونا، ما كاين لا سياسة لا دبلوماسية، راه كاين القوة. المغرب له تاريخه، وكل جزائري، وكنقول راسي مرفوع وكنعتذر على هذه الكلمة، خليط حيوان منوي ما بين ما هو تركي عثماني وفرنسي. ولاد العبيد خلقوا لنا العبيد. السلام إشعاع عليكم. نووي، ما تنساش إشعاع نووي أخي. تحياتي للجميع. وانا من هنا نرجس كنرفع لك التحيه وضد خاوه بلاتي خاوه بلاتي، راه وضد قالوا لي لوبو، قالوا يقول له لوبو. كيفاش هاد اللوبو. لوبو؟ دابا انا غادي نقول لك اللوبو، لان انا ربما كيوصلني الاخ شكري الدواقه. اللوبو بالعربيه هي الذئب. كنا راه السيمو اللي هو الشيخ جمجومه عشره طويله من 2000، وحنا كنقرعوا الجزائريين عبر البالطولك. اللي كيعرف البالطولك انا كنت معروف باسم اللوبو. السيمو راه كان جمجومه راه كان كيدخل باسم السيمو. بزاف ديال الاخوان كنعرفوهم بزاف، وناقشنا تحية اخي ليك خويا، شكري. تحية ليك من هذا المنبر. تحيه اختي، تحيه طيبه. ناقشنا جزائريين، ناقشنا بوليزاريو، وحدويين. شتي هذاك اللي كيبانوا عندهم دابا في فرونس 24 واللي كيدوزوا في القنوات الرسميه كاملين كنا كنمسحوا بهم الرومات بدون استثناء. واحد عاد بان لي هاد الايامات سمعتو كيهضر المياره ولا ما عرف سميتو الاولاد السيمو، لقيتو في واحد الروم غامق عليهم كاملين. يعني هاد النقاش اخي شكري ديك ديال خاوه راه لا يفيد ولا يغني من جوع. كان معي ادمين جزائري وصلت بيا واحد الدرجه انني نشوف المستوى الثقه ديال هاد ولاد العبيد فين غيقدر يوصل معي. عطيتو ادمين في روم اللي هي مغربيه، صحراء ماروك الدفاع عن مقدسات الوطن، او صحراء ماروك الدفاع عن الوحده الترابيه للمملكه. اي حاجه ملي كنوصل له للنقطه كنقول له شنو رايك في الصحراء المغربيه، واش انت مع الصحراء المغربيه ولا الصحراء تكون كيف ما كتقولوا؟ كيقول لي لا خويا ما على باليش، انا خاطيني السياسه. وكتكثر كلمه الذباب الالكتروني. راه هذاك ماشي ذباب الكتروني، هذاك راه ذباب ديال الشعب الجزائري. راه ديك الحكومه ولا ديك العسكر ولا ديك المواطنين منبثقين من داك الشعب. يعني ما نكذبوش على بعضنا. ملي تسمع المغربي كيتهان في وسط التيران ديالهم وكتشوف بزاف ديال الامور اللي كتوقع من الجهه الشرقيه، راه المغفور له ملي قال فليعلم العالم مع من حشرنا الله، راه هي واقعه. يوجد ما بين المغرب والجزائر، ما بين المغرب وتونس حديقه حيوان، راه واضحه جميع انواع الحيوانات. وغنضيف الصوت ديالي للاخت نرجس. راه قبيله كان واحد المداخله ديال الاخ الراي المغربي وعلقت، هي عطات واحد الراي ديالها. انا لا يهمني الانسان المشرقي ولا الجزائري ولا التونسي ولا الموريتاني ولا اي حد. انا ما يهمني هو شحن المواطن المغربي والتعريف بالقضيه الوطنيه وتعمروا بالحب ديال الوحده الوطنيه والتمغربيت.
شتي راه ما يقولها فيك حتى شي واحد. راه ملي تكون في المشرق كيقول لك اود المغربيه، هما كامل اعتذاراتي واحتراماتي للنساء المغربيات، اما كيعايرك بود المغربيه. كنمشي للجزائري كذلك ومثال، التونسي كذلك ومثال. انا لا يهمني، انا كنفضل الاسرائيلي رغم الاختلاف في الديانه ولا صهاينه ولا اي حاجه. ما عمرو اسرائيلي شارب اصبع الاتهام ولا بشي حاجه للمغربي، لان كيبقاو كاينين تما يهود مغاربه، ازيد من المليون مغربي يهودي. التطبيع من حقي نطبع. انا لو ما طبعتش ما نوقفش المانيا ونوقف اسبانيا. اسبانيا ولاد بوروقع راك اخي شكري من خلال لاكسون ديالك راه حسيت بك لاكسون عندك الشمال، راك كتعرف ولاد بوروقع وكتعرف الاجداد ديالنا اش كيقولوا. ولاد بوروقع، ولاد بوروقع راه كما قالت الملكه اليزابيث واحد الوصيه ايسابيل ماشي اليزابيث اخي، المسلم ايسابيل المغربي كاثوليكا. كل مره كتعاود وراه جاوبتك قلتي استضيفوا سي ابراهيم الغوثي. سي ابراهيم الغوثي الا كان عنده تيك توك راه غنستضيفوه، راه صديق ديالنا، ولكن ما عندوش تيك توك. تقول له يفتح تيك توك. قالت الاخ شكري ما تبقاش تعاود ايسابيل اخي عين. دير كوبي كولي. نعم صاحب الجراد، نعم اخي صاحب الجراد. والوصيه اللي خلتها في الكنيسه الكاثوليكيه وعطاتها القساوسه ديالها وترجمها عبد الخالق الطريس: اوصيكم بان يظل المغرب مشتتا مفقرا مهمشا، وذلك فيه استقرارا لشبه الجزيره الإيبيرية. ادارها المغرب عنده الاعداء من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب. لا الجنوب ما عندناش اعداء حقيقه، ما عندناش، الشرق والشمال. وغنبقاو دائما شوكه في الحلق الجميع. والحمد لله انني مغربي، ولا ما كنتش مغربي غنتمنى انني نكون مغربي، لان التاريخ ديال الجدود والتاريخ ديالنا راه كيتبت. واخي شكري كنحييك، راه ما تحسبش انني كنضرب فيك، حقيقه محتاجين لهاد الناس هادو، محتاجين لهاد الناس هاد الدبلوماسيه، محتاجين جميع الاصوات والاختلاف اللي محتاجين كاين لهاد في العقل الناس. ديالنا. ولكن محتاجينك اخي شكري، ما محتاجينكش ما هو شعباوي. هنا ولاد الشعب، هذا الخطاب ديالك محتاجينك تمروا في قنوات رسميه اللي هي دوليه. اما هنا راه معنا مغاربه كاملين عارفين اللي كاين. ما تقولش انني ما بغيتش نقول في الواتساب ولا من الواتساب. انا عارف العمق ديالك راه ما كتحملش فيه الشعره ولاد الكلبه، ولكن كتمارس ديك السياسه. معليش خليها المسائل الرسميه. هذوك خوتنا كنبغيوهم. اخا بلاتي قبل ما تنزل عين الدريش، قبل ما تنزل خويا لا لحظه عين دقيقه، عطيني دقيقه كيما سمعت لك قبل ما تنزل الا كان ممكن. شوف اخويا العزيز، كنرحب بصاحب الجراد بعد اخويا العزيز صاحب الجراد انور الاعلامي. لاله سميره مره اخرى كنحييك وكنحيي كثيرا صاحبه البث نرجس، كنرفع لك القبعه نرجس. يطول عمرك خويا. الله يحفظك، الله يحفظكم. شوف اخي الله يكبر بك. عين الدريش، عين الدريش، انت قلتي بما انني عين درايج. عين درايج، عين درايج واخا نعم عين درايج. بعد على فكره اخي شكري نقاطعك واحد الثانيه باش تعرف عين درايج جغرافيا. عين درايج كتمثل الاقليم وزان على بعد 50 كيلومتر من وزان، وكيتواجد بها بجماعه المجاره اكبر سد على المستوى الوطني والثالث على مستوى وسيدي رضوان حتى هو راه حدا بعضو كنعرفوا. انا راه حافظه المنطقه حتى انا عارفه، حتى انا عارفه. رانا عطيتو نرجس، رانا عطيتو عين دريج فين كتوجد، راه حدا سيدي رضوان، رانا كنعرفوا حتى حنا ولاد المغرب. شوف خويا عين دريج، وكنحترمك وخويا وعزيز عليا والله العظيم، وكنحترم جميع الاخوان والاخوات. اذا كان عندك بالنسبه انه الطرح ديالي ما خصنيش نبان بالصوره ديالي، وباش نبان بالصوره ديالي خصني نكون مع الطرح ديالك، انا كنقول لك انت بالطرح ديالك وما بينش وجهك. اذا نبين وجهي ولا ما نبينش وجهي ماشي معيار خويا العزيز. نرجع ونقول لكم لاله نرجس، لاله سميره، المراه المغربيه اللي كنفتخروا بها، وبالمناسبه 8 مارس كنقدم لكم تحيه حب واحترام وتقدير، وتبارك الله عليكم، تاج فوق روسنا، والله يخليكم ديما تاج فوق روسنا. وايضا تحيه للمراه العربيه بصفه، المراه العربيه والمراه في العالم بصفه عامه. خوتي العزاز، انا معكم ومنكم واليكم، خصكم فقط انكم تفهموا الرساله. احنا كمغاربه ما كنفكروش داخل الصندوق، احنا كمغاربه كنفكروا خارج الصندوق، كنسرحوا بالتفكير ديالنا الى ابعد مدى. فلماذا لا تسرحوا معي الى ابعد مدى؟ انا معكم، خوكم، منكم ومنكم، ما يمسكم شكرا. نعم خي، كنت اسف انني سمعت هذه الهضره سي الجراد، مع انني كنحترمك.
انا قلت نسرحوا بالتفكير هو ديالنا. احترم العقليه ديالنا حتى حنايا عاوتاني. واخا اشرح لي اخي صاحب الجرد ما معنى تسرحوا، ما معنى انا جاهل اخي. انا الحاجه الوحيده اللي كنعرف اني ما كنعرف والو. كمل اخي حيت خصني نهضر انا قبل تكون ساكت. تفضل. كمل. اذا انا اختي العزيزه كنقول خصنا نسرحوا بالتفكير ديالنا. اختي العزيزه حنا المغاربه ما خصناش نفكروا داخل الصندوق، خصنا نسرحوا بالتفكير ديالنا مزيان الى ابعد مدى، ونفكروا مزيان ونشوفوا البعيد ونعرفوا العدو ديالنا وندرسوا العدو ديالنا ونعرفوا الخطه ديالو ونعرفوا الاستراتيجيه ديالو باش نقدروا نفهموه ونعرفوا كيفاش نواجهوه. لذلك انا مصر لذلك نعم خويا العزيز، لذلك انا مصر اننا نسرحوا بالتفكير ديالنا الى ابعد مدى. اختي نرجس والله العظيم كان لي كل الشرف نتواجد معك، وانت تاج فوق راسي انت ولا سميره. وتحياتي لك خويا عين دريج، وتحياتي لكل المغاربه الاحرار. احبكم في الله. انا اخوكم تراب رجليكم، تراب رجلي خوتي المغاربه، ولكنني انا هكا عامل. خويا الاختلاف ضروري، اختلاف صحي. ما غنكونوش حنا كيما ما قطيع كل واحد ويجر مع الاخرين. لا، خاص يكون بحالك وبحالي وبحال صاحب الجراد وبحال لاله سميره. هذا الاختلاف كاين، غير ما يمكنش انا غنتفق معك في شي امور ولا انت تتفق معايا. طبيعه الحال ولكن بطبيعه الحال ممكن تعطيني الكلمه اختي نرجس. شوف اختي العزيزه نرجس، انا غادي ننزل بحالي. انا شوف ملي قلت نسرحوا ماشي كنسرحوا القاطع، ماشي كنسرحوا القاطع، راه كتسرح تفكيرك، يعني كتفكر بعيد. كبر عقلك باش نسرحوا معاك، نسمعوا صاحب الجراد باش نسرحوا معاك اصاحبي. غير بقى باش نسرحوا معاك كاملين نخدموا مع انوار غيعطينا شي قصيده من عنده. حنا نسرحوا معاك اصاحبي، حنا كاملين نسرحوا يا بلاتي اصاحبي. حتى انا خصني نسرح اصاحبي. انا خصني نفهم حتى انا ما نكذبش عليك. انا العظيم والله حتى خصني نفهم. شكري نعاود تاع خاطرك دابا. شوف الا كان داير خاطر الكرغولي ما ديرش لينا الخاطر حنا اللي خوتك مغاربه. لا سميره انا بزاوك فيك اختي سميره. انا نقيد ورقه ماشي صفحه، ورقه. اولا انا لا ما كنناقشكش يا اخي شكري، فهمتي؟ انا كنناقش الفكره. انت كل واحد حر دبر راسك. انا ما اي واحد يتدخل في الحريه ديالك انا ضده. ماشي باش نكونوا واضحين، فهمتيني؟ كل واحد حر، ولكن غنناقشوا الفكره، فهمتي؟ وحنايا راه متكتكين. انا اصغر متكتك واقيلا هنايا من بعد اخت نرجس، باش نعرفوا اللي كاين وكاينش نعرفوا المحتويات ديال بعضياتنا كاملين بينا، وكل واحد كيفاش كيتطرق الحاجات وكيدير وكذا شي، وحتى الماضي ديال بعضياتنا تقريبا. المهم ماشي سوقنا في هذيك الشيء. لهذا نحن نناقش لا سميره ما تقاطعنيش. لا والله تسكت، والله تسكت. انا لا اناقش اشخاص، اناقش الفكره. لا امر مهم الله يستركم. كاين الاخوان في التعاليق. شوفوا راه حنا كلنا هنا اخوان وكنبغيو بعضياتنا. الله يجازيكم اللي في التعاليق نزل راه هذا وكديروا الفتنه وهذا اخ شكري راه كلنا وتاج في راسنا. ما غاديش نقول شكري غادي يبقى تيسمع معنا وحنا خوتو. الله يرضي عليكم. انا ماشي شو ما تبداوش كتقول الزر غيضرب على مال صاحب الجراد كيضرب الحجر. بلاتي شوف انا صاحب الجراد لا اخي شكرا. لا باش نهي هذا الشيء صاحب الجراد اخ وعزيز وغالي. صاحب الجراد اخ وعزيز وغالي، وصاحب الجراد غنتلاقاو معاه ولا شي حاجه بحال صاحب الجراد غنتلاقى معاه في الواقع. صاحب الجراد والله العظيم ما ندوزوش غنتلاقاو. شوف الدار ديالنا راه في الواقع. انا هو المتكتك الوحيد اللي المغرب كامل كيعرف الدار ديالنا فينا هي. صاحب الجلال والله العظيم. واش انت مازال انت في المغرب ولا في اسبانيا؟ فايش ما بغيتيني في المغرب نجي عندك. الا كنتي في المغرب غدا ندق عليك في الدار. مرحبا بك الدار ديالك. وغنسمع خلينا نكمل خلينا نكمل غدا ندير معك اللايف للاصطياد في المياه العكره. حنا خلينا نكمل. حنا علاش انا قلت بركه من داك. علاش انا قلت نحن نناقش الفكره لا نناقش شكري. هو حر. انا علاش انا قلت انا هذه الهضره هذه باش الناس تفهم. الناس اللي عندها باغا تفهم راه هي تفهم، اللي باغي يدير شي حاجه راه يدير شي حاجه، فهمتي؟ الناس ديال فلان يمثلوني، انا عندي عقلي يمثلوني عقلي وصاحب الجلاله. المهم نناقش الفكره. انا في حالك اخي شكري، انا في حالك، كنت في حالك خاوه وانا ما كرهتش. شوف ما كرهتش نشبر طوموبيله من طنجه. شوف شبر طوموبيله من طنجه ومشيو شمال افريقيا كامل على البحر المتوسط حتى بنغازي ونوصلوا حتى القاهره، فهمتي؟ ونباتوا تما في القاهره ونرجعوا بالطوموبيله انا وياك
فهمتي؟ بحال اللي نقدروا نديروا في اوروبا ولا كذا شي حتى واحد ما يوقفنا. هذا هو الحلم ديالنا ياك اخي شكري. يحصل لي شرف اخويا. هذا هو الحلم ديال هاد الناس كاملين اللي كيتفرجوا في هذا اللايف هذا. لا طبعا كاينه ولا ما كايناش؟ طبعا. ولكن من نجيو اخي شكري بلا ما نسرحوا في القدام، خليونا نعرفوا شويه التاريخ ونعرفوا الوقائع. فهمتي؟ نعرفوا الوقائع. فهمتي؟ انا مثلا انا لقيت بزاف د الحاجات، ولكن الاخ بدر الاخوان كاملين نهضروا بزاف ديال الحاجات دينيا. ما نهضروش، انا ما نهضرش معاهم دينيا. نقول لك مثلا حنا عندنا وقف اطلاق النار، باش انا نجي كامل من الاخر. عندنا وقف اطلاق النار، يعني ما كانوا تعويضات، ما كانوا تبادل الاسرى، ما كان حتى شي حاجه، غير وقف اطلاق النار. فين ما اخويا التعويضات هادو وفين كل شيء؟ علاش كيساويو هاد الناس هادو ما بين الظالم والمظلوم؟ انا عمي دوز 25 عام في الصحراء، الوالد ديالي عنده شظيه في ظهره بلا الاف الشهداء. هذوك شكون اللي يعوضهم؟ شكون اللي يعوض الحياه ديال الالاف والالاف الاطفال اللي كبروا بلا الوالدين ديالهم؟ ولحد الان في هذه الساعات اللي انا كنهضر معاك دابا كاين الاف الشباب راه هما في الحدود. علاش هما في الحدود؟ حيت المغرب تقبيح، حيت المغاربه قباح، حيت المغاربه كيتعداو؟ لا، حيت كاين واحد النظام، واحد الشعب كيتسنى اقل هفوه باش يهجم علينا. اذا هذا هو الواقع وهذا هو التاريخ. نزيدك واخا دابا نهضروا على الشعب الجزائري الشقيق. كاملين بينا كنعرفوا ان الجزائر ثريه، عندها ثروه كل نهار كتفيق، عندها مليار دولار ثروه عاد قاره 2 مليون كيلومتر مربع. هذا هو الواقع ديال دابا، لما نهضروش على شي حاجه واحده اخرى. واش كتظنوا اخوتي المغاربه كاملين بكم، كنهضر مع المغاربه، اذا كانت هذيك الدوله عندها مؤسسات والشعب ديالها عنده النصف ديال الوعي ديال الشعب المغربي، كنا حنا كمغاربه والمغرب غادي نكونوا قطب سياحي، قطب اقتصادي، قطب ديال الاستثمار، دوله صناعيه، دوله فلاحيه، كنا نلقاو بلاصه ديالنا في العالم. لا تهمني الجزائر يا حبيبي، لا يهمني حتى شي حاجه. من عندي انا يزيدوا يخسروا فلوسهم في بوليزاريو، يعطيو الغاز لفرنسا بطل، يعطيو كل شيء بطل، ما دامهم انهم ما باغيش يديروا اليد في اليد. علاش ما باغيش يديروا اليد في اليد؟ من وليد اليوم لا، من نهار اللي بدا هذيك النظام هما هيداك، يعني الجوج ديال الاجيال اللي كبروا على الحقد وعلى الكره. وهنايا غادي نطرح عليك سؤال اخي شكري انت شخصيا وجميع الاشخاص اللي تا هما كيقولوا هذه الهضره هذه. حنا المغاربه كنلقاو بزاف ديال خاوه بزاف. 90% ديال الشعب المغربي، نقول انا هنايا واتحمل المسؤوليه ديالي، 90% من الشعب المغربي، انا نكمل اختي نرجس، انا نكمل، من الشعب المغربي خاوه ياكي. وريني انتينا شحال من لايفات ديال خاوه جزائريه كنشوفوا، وريوني. غتقولوا لي الجزائريين اللي في الجزائر مقموعين والجاليه اللي لا برا واخا هذه ندوزوها. نزيدوا القدام. شنو هو المعنى ديال خاوه؟ يعني ان الشعب المغربي هو اخ للشعب الجزائري، وان الانظمه لا تمثل الشعبين. سمعتي كيفاش كتسمع هذه؟ يعني ان النظام الملكي المغربي لا يمثل الشعب المغربي. اوه اخويا، شكون اللي قال هذه هي خاوه بالنسبه لي. اول حاجه كيقول لك الشعب المغربي والشعب الجزائري. بلاتي انا المداخله ديالي، غير بلاتي المداخله ديالي. لا غير السؤال، شكون اللي قال خاوه؟ شكون اللي قال خاوه؟ انا ما كناقشكش انت، انا كنقول لك الفكره كامله. بغيت نعرف شكون اللي قال خاوه اليوم والسلام. انا كنقول الفكره، انا تهضرت هنايا خاوه في القسط. انا كنشوف خاوه والنقاش مع الجزائريين لا انا شخصيا وبلاتي شكري يا اخي، انا شخصيا لا اؤمن. لا انا شخصيا لا اؤمن بخاوه. شكري خليني المخابرات. انا معاك اخي شكري، انا معاك، خليني غير نكمل اخي شكري. خليني نكمل. انا ماشي عليك، انا ما كنهضرش عليك. انا راه في الاول قلت انا الفكره نرجس، انا نكمل اختي، انا متزوق فيه. الله يعطيك الصحه، حيت خاصني انا عارف، وانا نعطي بلاصتي كاع نهضر نكمل وغادي الاخر. اذا ملي كنشوف انا جوج ديال الاجيال اللي كبرت على الحقد والكره ديال كل ما هو مغربي، ماشي المغرب، كل ما هو من مغربي، من الشعب الى اخر. الناس كتبغي تسرق التراث ديالك، التاريخ ديالك، كل شيء ديالك. ملي كتبغي تتناقش معاه هو عنده التاريخ ديالو بوحده، محرف مزور، عنده القناعات ديالو. ما يمكنش انك توصل مع حل وسط. ندوز معك الاقصى حد الاخوان ونقول لكم وريوني حتى المعارضه الجزائريه بالاحزاب ديالها، بالاطياف ديالها. دابا حنايا مثلا في هذا القسط هذا كان بحال
بحال الاحزاب في المغرب، كاين اليمين كاين اليسار، كاين كل واحد بالفكره ديالو. ووريوني هذه المعارضه الجزائريه هذه اللي واحد فيهم كيقول عاش الملك او مع المغرب قلبا او قلبا وقالبا. المعارضه الجزائريه لا تتحد في كل شيء الا في عداوتها للمغرب، والجزائري لا يهمه النجاح بقدر ما يهمه فشل المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المساحة، وكلامي ليس شخصي لك أخي شكري، هذه غير فكرة وتكلم نبقى أنا ساكت. نعم، إلا سمحت لي تعقيب أختي العزيزة. أول شيء أخي العزيز بلاتي عند الريج غنطلع الشيخ جمجمة، حيت قلنا غنختموا معاه. صافي صديقي، عندك شي إضافة أخرى باش اختي نرجس اللي غادي نقول لكم شكرا لك بعد على هاد الروم، على هاد الغرفه، وتحيه للاخوان اللي شاركوا كاملين بدون استثناء. وكنعتذروا الا صدرت منا شي خطا ولا شي هفوه. سي شكري، كنحترم التوجه ديالك، كنحترم الراي ديالك، كنحترم التوجه ديالك، ولكن اخي شكري ما خليناش نكونوا رسميين حتى ما هو بارتيال. حنا هنا كشعوب كمواطنين كنعبروا على داكشي اللي عندنا لداخل، وكنضم الصوت ديالي مره ثانيه لصاحب الجراد اللي كنحييه، لان دابا اللي كما قال راه دابا حاليا انا اللي كنهضر معك شخصيا، والمنطقه اللي كننتمي لها كنعرف عدد كبير من القوات المسلحه وعي الشباب تبارك الله، وعندي عائله ديالي انا متواجدين على الحدود. كتعرف حياتي القوات المسلحه بجميع الافرع ديالها، من القاعده الى اعلى الهرم الى القائد اعلى القوات المسلحه الملكيه، من الحدود الشرقيه حتى الحدود الجنوبيه مع موريتانيا، وكنعرفهم شخصيا. ودابا حاليا تلاقيت بشباب وشباب من لهنا كنرفع القبعه ديالي احترام وتقدير القوات المسلحه الملكيه المغربيه، وكنضم صوتي لصوت صاحب الجراد. وانا هنا مواطن مغربي كنعبر على داكشي اللي يعني لداخل. وملي غنكون رسمي في منبر رسمي قناه رسميه دوليه، راه ما ندقدقوا بالاداء والسياسه والدبلوماسيه ونبينوا الوجه الاخر، ولو انه ما كيعنينيش الوجه الاخر. انا في بلادي الصحراء مغربيه، والمغرب الصحراء، والصحراء في المغرب، واللي كيقول العصيده بارده يجي يخشي يدو فيها. هذا هو الختام، وتحيه كبيره للجميع. شكرا لك خويا انوار. خويا عطينا القصيده، وغنطلع الشيخ جمجمه باش يعطينا النشيد الوطني كيف ما نختموا به. باش نهبط انا نطلع الاخوان اختي العزيزه نرجس، ننهي الكلام ديالي. ولا سمح لي طبيعه الحال خويا انوار، الا سمح لي انوار تفضل مرحبا. نعم، بات الاذن ديالك خويا انوار. اول شيء كنوجه تحيه للاخ عين دريج والاخ العزيز صاحب الجراد، وانا ماشي ضدهم طبيعه الحال، وقلت باللي اننا متفقين 100%، ولكن اللي خص هو اننا نفكروا ونسرحوا بالتفكير ديالنا. لانني انا عندي واحد الفكره بغيت نوصلها، ربما ما قدرتوش تفهموها، وطبيعه الحال انا كنحترم الراي ديالكم مره اخرى. على العموم انا معكم ماشي ضدكم، ولكن الطريقه اللي قلت لكم ماشي كتعني انها يعني ماشي معكم، وانما كتعني هي معكم ولكن بطريقه اخرى. انا ضد خاوه المخابراتيه، خاوه من صنع المخابرات العبلويه. القصد ديالها ماشي خاوه فعلا، وانما القصد ديالها بحال اللي قال الاخ صاحب الجراد، وان الشعب مع الشعب، ولكن النظام الشعب يعني النظام بوحده. احنا كمغاربه احنا دائما في تلاحم قوي، ملتفين حول العرش العلوي المجيد، متلاحمين مع العرش العلوي المجيد الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ونحن جنود مجندين وراء صاحب الجلاله، وما يمكنش تفصل ما بين الشعب والملك، احنا واحد. نعم، تحياتي لك اخي شكري الله يرحم بها الوالد. دابا ندخل معك في نقاش هذا واحد شويه. واش ما كتكونش لا صاحب الجراد ما كاين نقاش، انا خاصني يمكن 10 ثواني اختي. لا والو خويا، انا مزاوق اختي بليز. لا قبيل انا مزاوق ليك الكبيده 10 ثواني. لا غير سؤال غير سؤال، غنشهد لك السؤال صافي نسيتو كاع.
غنسد ما غندير لا انا سيد انا كنهضر معاك صافي يا خويا صافي انا سكوت صافي انا ما حيت انا غدا اجي عندي اللايف اخاي شكري الا بغيتي نهضروا انا وياك. مرحبا صافي كنقول لك كل ما عرفتي حيت انت كنعرفك غتقول لي واحد 10 ثواني عرفتي ديك 10 ثواني ديالك ديال قبيله شحال جلستوا فيها رانا كنحسب دازت نص ساعه. وصافي انا نهود نعطي بلاصتي صافي انا دائما ما عندك ما تهود قبل ما نهضر كلشي كيقولوا سكوت صاحب الجراد. اختي لاله سميره هي اللي دافعت عليا دابا مني دابا نهود حالي صافي. ما كاينش نقاش صافي. صاحب الجراد تحياتي صاحب الجراد انا اول واحد كيدافع عليك صاحب الجراد. بغينا نقول لكم الاخوان بغينا واحد النقطه بغينا غير شي نهار كاملين نديروا كلنا جنود المملكه المغربيه لان كفى كل واحد فضحتونا كلنا صاحب مجرد كلنا فلان فرتلان داك الخوتنا اللي في الحدود ما تفكرتيهمش شي نهار. يلا بينوا لنا الخوت هذوك وليداتنا وخوتنا اللي جالسين مرابطين في الحدود ديروا لنا شي نهار ليهم. يلا هنا بينوا لنا. تفضل اخويا انور. هاي شوف جمجمه انا راه كنت كندير لهم الراديو الايامات الكركارات ويلا محروقه ليا الطاقيه وعندي مسجل في فيسبوك كندير لهم صباح الخير يا وطني والاغاني